مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صبح صبح عاملين ايه يا شباب؟ يلا بينا. بصوا يا شباب، انا جايب لكم كده. سامعيني كده كويس؟ تمام محمود ستار. ماشي ماشي ماشي. بصوا يا شباب، انا جايب لكم حاجات في احنا كل محاضره كده تلاقيني بشرح لكم شويه حاجات في الفيجوال، وبعد كده نعمل داشبورد عشان تبقى الناس ايديها تاخد على الداشبورد وكده. وان شاء الله النهارده انا جايب داتا مختلفه عن اللي احنا شغالين عليها. يعني احنا كنا شغالين اغلبيه الوقت كله في السيلز، المره دي انا جاي في الاتش ار، يعني نوع من انواع التنوع، علشان اقول لك ازاي تفكر. ان لو جات لك، لو اشتغلت مثلا في بيزنس جديد، تعرف تطلع منه ايه انسايتس. اوكي، بصوا. الكارد الكارد ماشي اوكي. الكارد عباره عن دلوقتي يا جماعه، الكارد ما بقاش فيه. ماشي، انا اسف. الكارد ما بقاش فيه دلوقتي الكارد القديمه اللي موجوده في الباور بي اي. الباور بي اي عمل تحديث من كام يوم، بالظبط وانا معاكم في الكورس، ان الكارد اللي كانت مكتوب عليها 1 2 3 بقت حاجه اسمها لايتنينج كارد، معمول عليها علامه الصعقه دي. يعني ما بقاش فيه كارد اللي هي 1 2 3 دي. اوكي. الكارد بتشمل حاجه اسمها كارد، حاجه اسمها مالتي رو كارد، وحاجه اسمها جيج، والكي بي اي. دي حاجات. اتفضل اتفضل يا فندم، اتفضل. عليك شغلك. دي الكارد اللي احنا عارفينها. حد يعرف الكارد دي اللي هي ايه ولا؟ السلام عليكم. عارفين اللي هي بتطلع سنجل فاليو بالظبط، او سنجل ليكرا، يعني على حسب. اوكي. المهم يعني، المهم ان معلش انا اسف. السنجل ليكرا دي بتبقى خامه من نوع الخامات اسمها سنجل ليكرا. معلش الموضوع، انا اسف. زي لينن بلند كده. يا لا لا لا، اتس اوكي. لا اتس اوكي. لا لا لا، ازاي؟ صح. الكوين لازم نحجز لها كل حاجه، دي تيجي تقعد هنا والله. ماشي. بصوا يا شباب. نعم. نفتح ايه؟ نفتح الكارد اللي هي الفيجوال. هو الموضوع بياخد قدامه فتره عقبال ما يجي ولا ايه؟ طب انت افتح بقى، يعني بص، احنا عشان نجهز افتح الفيجوال دي وافتح الكاردز. اوكي. بصوا يا شباب، الكارد اللي احنا متعودين عليها دي كارد. معايا نيره. الكارد اللي احنا متعودين عليها كارد كانت من غير اللايتنينج دي اللي هي طب لما الناس تخلص ولا ايه؟ انا حاسس الناس كله قاعد عنده عبوس في الوجه. في إيه يا جماعه؟ في ايه؟ هي اللي كانت في الباشا تلميذ كانت اسمها ايه؟ اللي كانت بتقول له كانت في المحاضره. عارفاها دي يا هانيا؟ اني استاذه ايه؟ استاذه ايه؟ ايوه غاده عادل بقى، كانت اسمها ايه؟ استاذه انجي. بس كده، بس عشان افتكرها بس. خلاص كده، عشان بس تيجي في دماغي على طول. ما هو في تحديثات حصل. ما هو انت ممكن التحديثات اللي بتبقى موجوده، اللي هو في ناس بتنزل الباور بي اي من عن اللي هي دي، اللي هي المايكروسوفت ستور، فتلاقي الباور بي اي بيتحدث اوتوماتيك. اما في ناس بتنزل الباور بي اي من عن طريق لينك، فاللينك ده علشان تحدث لازم تنزل من اللينك ده تاني. عارفين القصه دي ولا لا؟ عارفها دي يا نادر، صح؟ ماشي اوكي برضه. بصوا يا جماعه، طب ركزوا بس هنا يا شباب، بس عشان حاسس في حركه كتير بس. بصوا يا شباب، الكارد احنا متعودين عليها انها بتطلع سنجل فاليو. سنجل فاليو اللي هي ايه؟ يعني لازم اللي يطلع فيها تبقى النتيجه واحده. الكارد ممكن تحط فيها تكست، ممكن تحط فيها رقم، ممكن تحط فيها تاريخ. اوكي يا شباب؟ ماشي يا شباب. الكارد زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده كده. فانا بس عايز اوريكم شويه حاجات كده في الكارد، احنا يعني فيها تريكايه كده شويه. هنفتح كده فيجوال وهنفتح الكاردز. اكسرسايز 19 ده.
بصوا يا شباب، بصوا يا باشمهندسين، رجاله، مساء الخير. ممكن تخليكم معايا بالله عليكم؟ طب يا جماعه ما تخليكم سرعه يا جدعان شويه. نعم، معلش، انا اسف يا استاذ، انا اسف. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي لو انا دلوقتي عملت تيبل كده هنا، ثانيه بس نكبر الصفحه هنا كده. بصوا يا شباب، لو انا جيت عملت تيبل هنا كده، وجبت هنا السب كاتيجوري، وحطيت قدامها السيلز، وحطيت قدامها البروفيت، وحطيت قدامها الكوانتيتي. تعالى كده نكبر بس اهو. خلاص كده يا جماعه، تمام. لو انا جيت دلوقتي قلت معايا صح؟ لو انا جيت دلوقتي قلت انا عايز اعلى سيلز للسب كاتيجوري، يعني عايز اعرف انهي سب كاتيجوري اللي اعلى سيلز، هنعمل ايه؟ هندوس على دي كده، هيقول لي ان اعلى سب كاتيجوري في السيلز اللي هو مين؟ الفونز، صح؟ طب ولو انا عايز اقول له في البروفيت، هدوس برده كده هنا، واقول له، يقول لي هنا ايه البروفيت فيها؟ ايه؟ الكوبيرز، صح؟ ولو انا عايز اقول له في الكوانتيتي، لازم ادوس هنا عشان اجيب ايه؟ اعلى كوانتيتي. قال لي ايه؟ البندرز دي. معايا ولا ايه الموضوع؟ إيه؟ مركزه ولا ايه؟ اه استاذه انجي، لازم تركزي بقى معايا بقى. خلاص، بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي لو احنا عايزين نعرف انهي سب كاتيجوري الاعلى في السيلز، خلاص، فهندوس هنا كده، اللي هي ما احنا قلنا ان في ترتيبات، اللي هي السورت اهو كده. قال لك ان اعلى حاجه 330,000 اللي هو مين؟ الفونز، صح؟ صح يا شباب؟ طب لو قلت له انا عايز في البروفيت، ادوس كده على البروفيت عشان يجيب لي ايه؟ اعلى حاجه اللي هي ايه؟ الكوبيرز، صح؟ طب لو انا عايز اقوله في الكوانتيتي، هيقول لي مين؟ البندرز. طب انا دلوقتي انا عايز اخليهم كل واحده في سنجل فاليو، يعني عايز اخليهم كل واحده في كارد، بحيث ان انا لما اختار من الكاتيجوري اقول له مثلا الكاتيجوري، انتوا عارفين الكاتيجوري والسب كاتيجوري ده اللي هو ايه؟ الاقسام الرئيسيه والفرعيه. القسم الرئيسي اللي احنا قلنا عليه ايه؟ اللي هو التكنولوجي مثلا. مين اعلى قسم فرعي في التكنولوجي؟ يعني يقول لك ايه؟ التكنولوجي ده متفرع منه موبايلات، متفرع منه لابتوب، متفرع منه لابات، صح؟ او تابلت. فيجي يقول لك ايه؟ لما اجي اختار الفونز، او اجي اختار قصدي التكنولوجي، يقول لي مين اعلى سب كاتيجوري فيه، او مين اعلى برودكت فيه. اوكي كده الدنيا ماشيه تمام. انا هخلي دي كده يا جماعه على هنا كده على جنب، وايه؟ ماشي، اتفضل يا فندم. بصوا يا شباب، انا هختار هنا كده. بصوا علامه الكارد الجديده اللي هي مش الكارد الجديده، كده كده كانت موجوده، بس هم ما بقاش في الكارد دي لسه موجوده برده، هي شويه تظهر شويه تختفي. بصوا يا جماعه، الكارد دي هتلاقي في ناس عندها الكارد دي اختفت، بقت ظاهره الكارد دي بس. وصلت؟ السلام عليكم، معايا؟ نعم. هو الباور بي اي خلى ان الكارد دي شامله دي ودي، دي ودي الاثنين مع بعض. فانا ما دام هو لسه زي ما هي، طب خليها بقى نمشي بقى مع الناس كده. بصوا يا شباب، انا هختار هنا كارد اهي، واصغرها على الاخر، خلاص كده، وهخلي الكارد دي اروح ساحب فيها السب كاتيجوري. لما اجي اسحب السب كاتيجوري، جاب لي ايه؟ قال لي الفيرست سب كاتيجوري، اللي هو الفيرست دي بناء على ايه؟ بناء على الالفابيتيكال، اللي هو اي بي سي تي، اي بي سي دي. اوكي ولا لا؟ اكسسوارز اول حرف ايه، صح؟ طب انا دلوقتي عايز اقول له ان انا عايز اعلى سب كاتيجوري من ناحيه السيلز، يعني عايز اقول له لما اجي اختار السب كاتيجوري، لما اجي اختار كاتيجوري يقول لي اعلى برودكت فيه قد ايه. بصوا هنا، مش هنا حاجه اسمها فلتر هنا كده؟ شايفين علامه اللي هو الفلتر المخفي ده كده؟ افتحه هنا كده، بص كده يا نادر، الحته دي هتلاقي هنا في هنا ايه اسمه فيرست سب. لما تيجي تدوس عليها، قصدي هنروح ساحبين السب كاتيجوري نحطها هنا كده، هنلاقي في حاجه اسمها سب كاتيجوري. معايا ولا يا شباب؟ معايا؟ تمام. في هنا 3 اوبشن، في حاجه اسمها بيزك فلتر، انت عايز تختار ايه؟ اقول له انت عايز تختار اكسسوارز ولا ابلاينسز ولا ارت، ما هو بيظهر لي هنا الحاجه اللي احنا بنفلتر عليه، تمام؟ او دي حاجه اسمها بيزك فلتر، او اللي هو ايه؟ ادفانسد فلتر، اللي هو ايه؟ كونتينز مثلا، كونتينز اللي هو ايه؟ كونتينز مثلا زد اي تي مثلا، او اللي هو مثلا ايه؟
اي سب كاتيجوري اللي يحتوي على كام حرف معين، او توب ان. توب ان دي يعني ايه؟ توب نمبر 1. فبيقول لي ايه، انا عايز اقول له توب ان. انهي توب ان؟ اقول له رقم واحد، انا عايز اعلى رقم. بناء على ايه؟ شايفين دي يا جماعه؟ شايفينها هنا صح؟ شايفين كده؟ بناء على ايه؟ اقول له بناء على السيلز، اسحب السيلز هنا واحطها هنا، واقول له هنا ايه؟ ابلاي. لازم ادوس ابلاي. لما ادوس ابلاي ايه اللي هيحصل؟ بص بقت اعلى حاجه كام؟ بقت مين؟ بقت الفونز. الفونز دي اعلى في ايه؟ الله ينور عليك. احنا بقى عايزين نعمل الحركه دي في البروفيت وفي الكوانتيتي. اوكي، يبقى اعمل هنا برضو، اجيب هنا برضو الكارد دي واصغرها هنا كده اهي، واروح اعمل هنا ايه؟ اسحب عليها السب كاتيجوري. لما اسحب عليها السب كاتيجوري ايه اللي بيحصل؟ برضو بيجيب لي الاكسسوارز صح؟ هنيجي هنا بقى في العمود اللي اسمه فلتر ده، هسحب السب كاتيجوري هنا كده، اقول له، يقول لي انت عايز تعملها بيز على ايه؟ اقول له انا عايز اعملها توب ان رقم واحد، بس المره دي هتبقى بناء على ايه؟ على البروفيت. هسحب البروفيت احطها هنا كده. ماشي يا جماعه؟ بعد كده اقول له ايه؟ ابلاي فلتر. فكده ايه؟ قال لي ان اول حاجه فوق ايه؟ الفونز، اعلى سب كاتيجوري الفونز، بعد كده السب كاتيجوري اللي في البروفيت ايه؟ اللي هو ايه؟ كوبيرز. شباب انتوا معايا ولا سلام عليكم؟ الناس شاربه ملوخيه ولا شاربه ايه بالظبط؟ مش فاهم. نعم. ابلاي منين؟ يعني ايوه، ما انت لازم تسحب الابلاي باي فاليو دي، تحط فيها البروفيت ولا تحط فيها السيلز. توب ان انت عامل نفس. طب نعملها في الثالثه، هنعملها في الثالثه. اوكي يا شباب، انا هعمل الثالثه. ها، انا هعمل الثالثه. اتمنى بس الناس تبقى شاربه حاجه معايا. خلاص. اوكي، انا هعمل هنا كارد تاني. خلاص كده يا عم نادر. ما ماشي التانية ماشي، بس لما تيجي تحط السب كاتيجوري حطها في الفاليو، ما تحطهاش في الكاتيجوري. فاليو. بص يا نادر، هنا انا عندي فيلد واحده، انت عندك اكتر من فيلد. صح ولا غلط؟ ما انا بقول لك حطها في الفاليو. يا شباب تمام كده، احنا لحد الان تمام. فاجي هنا اقول له هنا ايه؟ بصوا هنا ركزوا في الحته دي. انا اجي هنا اقول له هات السب كاتيجوري اللي تحت دي كده، حطها ايه؟ هنا كده. فظهر لي هنا ايه؟ الاكسسوارز. خلاص. خلاص ولا ايه؟ خلاص. احنا دلوقتي عايزين نجيب اعلى سب كاتيجوري في الكوانتيتي. هنيجي ايه؟ شايفين الفلتر دي كده؟ هنروح جايين ساحبين السب كاتيجوري دي ايه؟ هنا كده. هيقول لي انت البيزك فلتر، انت عايزها بيزك فلتر؟ اقول له لا، انا عايزها توب ان. توب ان اللي هي ايه؟ اعلى قيمه. واقول له هات لي ايه؟ هات لي اول قيمه رقم واحد. بيزد على ايه؟ تبقى بيزد على ايه يا شباب؟ على الكوانتيتي اهي. اهي. بعد كده دوس ايه؟ ابلاي. بص بقى. ورب، ولو قمت حلتها لك. لا لا، انت المفروض تقول لها طب قومي يا ماما جيبها لي حاضر. لا، تسحبي سب كاتيجوري هنا. طب انا هعملها تاني يا جماعه. لا لا، انا هعملها تاني. ممكن بعد اذنكم الناس تركز معايا لو سمحتم. تمام. يا شباب انا هعملها ايه؟ بصوا يا شباب، انا اسحب السب كاتيجوري دي كده، احطها هنا كده. خلاص. بعد ما اسحب السب كاتيجوري هختار بدل بيزك فلتر اختار توب ان. خلاص كده يا نيره. بعد ما اختار توب ان اختار هنا رقم واحد. طب بناء على ايه؟ بصي بقى الباي فاليو دي، شايفه الباي فاليو دي؟ بناء على ايه؟ بناء على الكوانتيتي. واقول له ابلاي. ها. هندسه انت عملتها؟
لا اله الا الله. لا اله الا الله يا شباب، احنا قلنا 500,000 مره. ايوه، لا ما تحطها هنا في الفلتر هنا. شباب شباب شباب، خلاص كده انا فهمت الحته دي. عشان المشكله انتوا هنا، بصوا يا شباب، هو في حركه كتير ليه كده. هو الاخ نايم على الاستاذ ليه كده؟ انتوا حادف نفسك ليه كده؟ ماشي. بصوا يا شباب، انتوا هنا، احنا هنا عشان قلنا ان هنا الباور بي اي انتر اكتيفيتي، يعني انت بتكون دايس هنا كده، فممكن تخلي اول ما تدوس هنا. اتفضل صح. ماشي، افتح حضرتك، انا جيت خبطت في الانتراكشن. ماشي ماشي صح. بصوا يا جماعه، بصوا يا شباب، احنا هنا قلنا ايه؟ انت هنا ممكن تدوس على اي حاجه هنا هتلاقي كل الارقام اختلفت، يعني الاسامي كلها اختلفت. انت بس كل عليك انك تشيلها بس من هنا. خلاص كده. احنا كده قلنا ايه؟ ان اول حاجه في البيع هي الفونز، اول حاجه في البيع، اول حاجه في البروفيت هي الكوبيرز، اول حاجه في الكوانتيتي هي البندرز. حاضر، هاجي لها بعد ما نخلص. حاضر حاضر. بصوا يا شباب، خلصنا دي كده. انا همسح بقى الجدول ده. هروح جاي هنا مثلا، واروح قايل له مثلا هنا ايه، اعمل لي مثلا مثلا هنا ايه كولوم تشارت، او بار تشارت كده، بار تشارت. واعمل لي هنا ايه الكاتيجوري، فين الكاتيجوري؟ الكاتيجوري فوق هنا كده، وهنا قدامها مثلا هنا نختار الكاتيجوري ونختار معاها مثلا بروفيت مثلا. بصوا يا جماعه، اخترت معاها البروفيت. بص، اول ما اجي اختار على التكنولوجي دي، ادوس بس دوس على التكنولوجي. ركزوا في الحته دي، ركزوا هنا 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 يا شباب. هنا اول ما اجي ادوس بس على قسم التكنولوجي، قال لي ان قسم التكنولوجي اول قسم فيه في البيع الفونز، ده في البيع، والكوبيرز دي البروفيت، اللي هي البروفيت، والفونز في الكوانتيتي. طب لما اجي ادوس على الاوفيس سبلايز، قال لي الاوفيس سبلايز اعلى بيع فيها اللي هو الاستورج، اعلى بيع في البروفيت اللي هو ايه يا استاذه هاله؟ البيبر، واعلى بيع في الكوانتيتي اللي هو ايه؟ البندرز. لما اجي ادوس على الفurniture، قال لي ان اعلى بيع فيها اللي هو التشيرز، اعلى بيع، اعلى بروفيت اللي هي التشيرز برضو، اعلى كوانتيتي اللي هي الفرنشنج. حلوه دي، حلوه جدا. لان ساعات انتوا ببقى عايز ادوس بس على القسم وهو يجيب لي يعني اعلى قسم. يعني بص، لو انا شلت دي كده وحطيتها ايه في سلايسر، عارفين سلايسر اهو، وحطيت الكاتيجوري دي مثلا، ونكبر هنا مثلا الكلام كده. اتفضل اتفضل اتفضل. ها يا شباب، معايا كده يا شباب؟ يعني لما اجي اختار الفurniture دي مثلا، هيقول لي الفurniture اعلى بيع فيها ايه. لما اجي اختار الاوفيس سبلايز هيقول لي اعلى بيع فيها فين. لما اقول له التكنولوجيا يقول لي اعلى بيع فيها ايه. خلاص كده يا شباب، حلوه دي. حته الفلتر هنا يا جماعه، لو تفتكروا المحاضره الرابعه في الفلتر، كانت مهمه قوي يا استاذ هاني. صح كده يا شباب ولا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي يا شباب، تعالوا بقى نكمل. احنا كده شفنا كده الكارد. تعالى بقى هنا في اوبشن تاني اسمه مالتي رو كارد. مالتي رو كارد هي جايه من كلمه مالتي، اللي هو بدل ما تكون سنجل فاليو تبقى ايه يا استاذه؟ تبقى لينن مثلا ولا فابريك؟ هتبقى ايه؟ تبقى كذا قيمه، صح؟ تعال نجرب بقى كده ونشوف ايه اللي هيحصل. نفتح الصفحه الثانيه. بصوا هتلاقي في اوبشن هنا اسمه مالتي رو، هي اسمها كده مالتي رو كارد. خلاص، انا ادوس على المالتي رو كارد دي كده. هي شكلها باين يعني، حتى شكلها ولا ايه؟ ولا مش شكلها مش باين ولا ايه؟ نعم يا استاذي، دي اتلغت. يبقى هتلاقي يبقى طب تعالى نجيبها من هنا. شايفين العلامه دي؟ العلامه بتاعت الكارد اللي هي علامه اللايتنج دي يا استاذ، اللي عليها علامه الصعقه دي، هندوس عليها. اي، بصوا هتلاقي هنا فيها كذا تقسيمه. يعني هتلاقي هنا في فاليو وفي كاتيجوري وفي تول تيب وهكذا. فاحنا هنيجي نعمل ايه؟ هنختار السب كاتيجوري هتحطها في الكاتيجوري. بصوا هتلاقي اتقسمت التقسيمه دي كده، اي حاجه دي او دي مش فارقه. يا شباب خلاص، وهنيجي نحط ايه السيلز في الفاليو. بقت بالمنظر ده كده. شايفين يا جماعه المنظر ده ولا ايه؟ انا شايفه، حد شايفه معايا؟ تمام كويس قوي. بس هنا لو تلاحظوا، احنا هنا لما نيجي ننزل
قصدي لما نيجي ندوس هنا كده هتلاقي كل شويه ايه اكسسوارز وابلاينز وارت. لما اجي ادوس على علامه السهم اللي تحت دي كده، انا خليها هنا كده، هنا كده كويس. انا اخترت سب كاتيجوري مع سيلز، سب كاتيجوري وسيلز. او ربنا ها يا شباب، خلاص كده احنا ماشيين صح ولا ايه؟ انا الاكسسوارز فوق اهي والله. طب يا جماعه انا همسح تاني، انا فعلا الناس شاربه حاجه النهارده، انا مش بهزر اهو. انا اسف، انا اسف. انا بصوا يا جماعه كلنا نروح كده بعد اذنكم، كلنا نروح على الكارد الجديده دي، الكارد الجديده دي، الكارد الجديده دي كده تدوسوا عليها اهي، وهنكبر كده شويه دي كده، بسم الله ان شاء الله يعني. وهناخد السب كاتيجوري اللي تحت، هناخد السب كاتيجوري نحطها في الكاتيجوري هنا، وهناخد السيلز اللي هنا نحطها في الفاليو. شايفينها كده ولا سلام عليكم؟ الدنيا واضحه يا استاذه؟ الدنيا واضحه يا فندم؟ انا مش بتكلم على الارقام، انا بوريكم بس يعني بجد والله سيلز وسيلز غلط. انا حاسس انتوا دايسين على حاجه او فلتر وربنا. نادر اوعى تخوفني يا نادر عليه. خلاص ماشي، خلاص كده يا جماعه. بصوا بقى الحته اللي جايه دي، بصوا المالتي رو كارد دي. لا ما والله انا عارف، والله انا عارف ان انت هتعمل لي كده، والله انا عارف، عشان كده مش عايز اجي. بجد والله ممكن تعيب عندي، انا عارف. اتكلم. طب بصوا هنا، طب بصوا هنا. بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، بصوا يا شباب. انا دلوقتي اخترت ايه يا شباب؟ معلش ركزوا بس معايا بالله. انا دلوقتي اخترت ايه؟ اخترت السب كاتيجوري والسيلز. احنا ممكن نزود كمان معاها البروفيت، نحط البروفيت كمان مع السيلز، هتلاقي القيمه نازله كده. فاهمين قصدي؟ اسمها مالتي رو كارد. احنا ممكن بقى نعمل حاجه كويسه قوي في المالتي رو كارد ده. احنا ممكن نخليه مثلا نقول له احنا عايزين اول 3 اقسام في البيع في كل قسم فرعي. يعني مثلا الاقسام الرئيسيه، انا عايز اقول لما اختار اي قسم رئيسي يجيب لي اول 3 اقسام على حسب البيع. ايه رايك؟ تمام. او اول 3 برودكت في الاقسام دي، صح كده هلا ولا ايه؟ يعني مثلا بقول لك مثلا قسم مثلا زي قسم الدفايات، يقول لي ان اول 3 دفايات بايعين قد ايه. قسم مثلا الاجهزه المنزليه يقول لي اول 3 اجهزه منزليه، اول يعني ايه، اول 3 برودكت محققين مبيعات. اوكي يا جماعه؟ التوب 3 مثلا. فهنيجي هنا كده، احنا هنا عندنا ايه في المالتي رو كارد دي. انت لو جيت هنا في الفورمات يور بيج، وجيت هنا في المالتي دي كده، مالتي كارد لاي اوت دي، هي مالتي كاتيجوري ولا مالتي لاوت لاي اوت؟ اهي. هو بيديني حاجه اسمها بيديني 3 ولا 4 لاي اوت. بصوا يا جماعه هنا لما اجي اختار المالتي كاتيجوري لاي اوت، هتلاقي في حاجه اسمها روز اهي، في حاجه اسمها اهي كده مالتي كاتيجوري لاي اوت، هتلاقي في حاجه هنا اسمها روز. انا ممكن اختار مثلا اقول له مثلا هات لي مثلا 5 مثلا او 4، يعني تبقى يجيب لي 4 تحت بعض. اوكي يا شباب؟ طب ركزوا هنا يا جماعه معايا بالله عليكم، بعد كده هنلاقيها كلنا مع بعض سوا ان شاء الله. خلاص كده يا شباب؟ فانا اقول له ايه مثلا، ايه انا عايز مثلا، ايه انا عايز مثلا رقم 3. بصوا يا شباب، انا اقول له مثلا هات لي 3. فالثلاثه دولت انا عايز اقول له ايه؟ انا عايز اقول له ان الثلاثه دولت اول 3 يظهروا بناء على السيلز. فهنيجي نعمل ايه؟ هنيجي هنا كده، وهنيجي عند علامه الفلتر اللي هو عمود الفلتر ده، وهنيجي نشد السب كاتيجوري نحطها هنا كده. خلاص. واقول له هنا توب ان، توب ان ايه 3، هقول له انا عايز 3 توب ان 3. توب ان 3 ده بناء عليه يا شباب، بناء عليه بس في المحاضره برضو. عادي عادي، اتس اوكي باي ذا واي يعني يا اوكي. توب ايه 3. انا بعد كده مش هسال حد بعد كده، اسال نفسي. خلاص. طب الشكل ده كده، احنا هنا جايب لي اول 3 سب كاتيجوري توب سيلينج. خلاص كده. طب انا عايز اطلعها
بشكل افضل شويه. شايفين الشكل ده كده؟ احنا ممكن لو جينا عند فورمات يور فيجوال دي كده، وجينا عند مالتي كاتيجوري دي، في حاجه اسمها في اللاي اوت دي اللي هو ما يبقاش فيرتيكال كده، ما يبقاش واقفه كده، ممكن نخليها ايه اللي هي هوريزونتال كده بالمنظر ده كده، يعني تبقى كده وتبقى كده. فاهمين قصدي؟ طبعا احنا ممكن طبعا نبدل الارقام الغليظه دي، يعني شايفين قصدي ايه؟ الارقام دي اللي هي اسمها الديسيمال دي. فاهمين قصدي؟ احنا ممكن ننزل تحت هنا في الفاليو، فين اهي، في الكول اوت دي كده، ونيجي عند الفاليو هنخليها تكون في النص، ونخليها صغيره شويه، نخليها مثلا ايه بنسبه 30 مثلا ولا حاجه اهي كده مثلا. يبقى التشيرز البيع والبروفيت، الفونز البيع والبروفيت، الستورز البيع والبروفيت، الاستورج البيع والبروفيت. شايفينها كده؟ ركزوا هنا معايا، ممكن التفاصيل كتير بس هي في الاخر في فورمات يور بيج، يعني ما فيهاش تعديل. اوكي، هي بس فورمات يور بيج دي دراج اند دروب، والله ما فيهاش اي حاجه. خلاص. طب انا دلوقتي ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ شايفين السلايسر؟ هجيب كده سلايسر كده، فين السلايسر اهو. خلاص. اللي فوق دي يا جماعه الاقسام الفرعيه يا نادر، انا بقى هجيب الاقسام الرئيسيه اهي، الكاتيجوري اهي. ركزوا هنا يا شباب، ركزوا هنا. فهو جايب لي ايه؟ ان هنا الثلاثه دولت التشيرز والفونز والستورج، دولت الثلاثه في كل الاقسام. لما اجي اختار بقى قسم الفurniture ايه اللي هيحصل؟ بص كده، قال لك البوك كيس والتشيرز والتيبلز. وصلت؟ ده كده ايه؟ اول ثلاث اقسام بيع مبيعا فين؟ في الفurniture، في قسم الفurniture. لما اجي اقول له في قسم التكنولوجي، قال لي ان اول ثلاث اقسام في قسم التكنولوجي، قال لي الاكسسوارز والماشينز والفونز. انا ليه بقول لكم الحاجات دي؟ لان الحاجات دي احنا هنعملها النهارده في الداشبورد اللي احنا هنشتغل عليها. فانا بس بوريك ان احنا ممكن لما نيجي نختار نقول له احنا عايزين اول ما نيجي نختار على قسم رئيسي يجيب لي اول توب 3 عنده في البيع، بدل ما نقعد بقى نبص على كل اقسام. خلاص ماشي يا شباب؟ ده المالتي رو كارد، اسمه مالتي رو كارد. تعال بقى اما اشرح لك الباقيه بقى اللي جايه ايه. قال لك الجيج، راديال جيج، هي من اسمها راديال جيج دي اللي هي ايه؟ الجيج دي اللي عامله زي المؤشر، حاجه كده بتعرض الكي بي اي بتاعتك او المؤشر او البيع بتاعك، بس بطريقه الايه؟ صح كده؟ العداد. خلاص كده. هو بس مشكلته الراديال جيج دي ان هي بتاخد مساحه كبيره يعني لو انت عندك انت تعمل داشبورد مثلا مكونه من شارت صغيره او قليله، الجيج دي تبقى كويسه لان هي مساحتها كبيره. تعالى كده اوريك. هفتح صفحه كده جديده واقول له هنا ايه؟ راديال جيج اهي، جيج اهي. راديال جيج دي لو انا جيت سحبت السيلز دي كده ورميتها على طول عليها كده، بصوا عمل ايه؟ هو بصوا يا شباب، هو في الجيج دي هو طبيعته ان هو اول ما بترمي السيلز عليه هو بيعمل لها زي دبل. دبل يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك ايه؟ البيع بتاعك بكام؟ 2 مليون 30 صح؟ 2 مليون 300 الف. خلاص كده. هو راح مدبلها وقال لك ايه؟ بقت كام؟ 5 مليون. وصلت يا شباب؟ هو دي طبيعه الراديال جيج دي. طب الراديال جيج دي عباره عن ايه؟ المفروض بيع، يبقى المفروض قدامها ايه؟ التارجت. التارجت هنعمله ايه؟ احنا عايزين نعمل تارجت اللي هو مثلا انا هزود على السيلز دي مثلا 1.4 مثلا 1.4. هاجي هنا اعمل ميجر كده صغيره. خلاص. واقول له هنا ايه؟ تارجت سيلز، تارجت اهو، عشان نعمل التارجت، عشان اوريك التارجت وصلنا لفين. صح؟ واجي هنا اقول له هنا ايه؟ صم. احنا قلنا ان احنا ما ينفعش تضرب العمود على طول، لازم تجمعه وتضربه بعدين. اوكي. صم ايه بقى؟ صم سيلز، اوردر سيلز، واقفل القوس واقول له ايه؟ في 1.4. اوكي، وادوس ايه؟ انتر. لحد الان ما حصلش حاجه. خلاص. هنعمل ايه بقى؟ لما اجي اختار الجيج دي، قال لي هنا ايه؟ في هنا حاجه اسمها ايه؟ تارجت فاليو. شايفين التارجت فاليو ده يا شباب؟ شباب ايه؟ الدنيا صغيره. اهي المعادله اهي سهله اهي. انت بتضرب التارجت، بتضرب السم سيلز في 1.4 اهي. انا بس عايز ازود التارجت وخلاص مش اكتر.
بدل ما اكتبه بايدي. خلاص كده. هنا بقى في الراديال جيج دي انا هنلاقي هنا في تارجت، هناخد التارجت كده نحطها هنا كده. قال لي بص انت تارجتك 3 و2 من 3 و2 من 3 مليون و200 الف، وانت عامل 2 مليون و300 الف. وصلت؟ انتوا معايا صح؟ ها يا شباب خلاص كده. ده نوع من انواع ان انت بتعرض الكي بي اي بتاعتك، يعني مش الموضوع مش السلام عليكم ولا ايه؟ ها يا شباب. يا نادر. ايه؟ هي سهله يعني، هي مش صعبه. خلاص كده يا شباب. وعلى فكره انت لو مثلا ضربت مثلا بدل 1.4 دي خليتها مثلا 0.90% مثلا 0.9 من 90 هتلاقي ان انت ايه يعني انت إيه حققت التارجت. فاهمين قصدي؟ شكل من اشكال ان انت تعرض التارجت بتاعك. خلاص كده يا حسام. الدنيا كده كويسه يا شباب. ها انا هنقل على اللي بعديها. انا بقول لكم دي اشكال من اشكال الكارد. اوكي تعالى بقى اللي بعديها. ده الجيج ودي ايه المالتي رو كارد. تعالى بقى في حاجه اسمها كي بي اي. كي بي اي دي اللي هو كارد اسمه كي بي اي. الكي بي اي ده كي بي اي كي بيرفورمانس انديكيتور، يعني اللي هو زي مثلا زي سي بي سي كده، صح يا استاذه ولا ايه؟ سي بي سي ده اللي هو يا استاذه ان جي رسم قلب، صح؟ تحليل رسم قلب صح؟ ولا تحليل دم كامل صح؟ دم سي بي سي. اوكي خلاص كده يا شباب. ماشي بصوا بقى يا شباب. في هنا حاجه كده هنا كده اسمها ايه؟ اسمها كي بي اي، اسمها كارد اسمه كي بي اي. ازيك يا هاجر عامله ايه؟ ماشي. شايف الكي بي اي ده؟ متهيألي انتوا عايشين عليه صح؟ اي كي بي اي اهو. هنختار الكي بي اي دي وهنقول له ايه؟ احنا عايزين في الكي بي اي دي ايه؟ طبعا احنا كي بي اي يبقى سيلز وايه؟ وتارجت. مش انت يا ابني ليك خال واسمه عرفات؟ صح ولا غلط؟ هيبقى كده سيلز وتارجت. هناخد السيلز هنا نحطها في الفاليو، والتارجت هنحطها في ايه؟ ما احنا لسه عاملين تارجت من شويه صح ولا غلط؟ مش احنا لسه عاملين تارجت عاملينه ب 1.4 او ضربناه بعد كده في 90 في 90 في المية اهو. ناقص بقى ايه؟ الترند. الترند ده بيجي عن اللي هو الشهور. يبقى هنيجي هنا عند الاوردر ديت، وهنيجي عند ديت هيراركي، وهنيجي ناخد المانث دي نحطها في الترند. بص بقى انا عندي علشان انا ضارب التارجت في 90%، فطبعا ايه السيلز في 90%، فكده احنا ايه التارجت احنا كده معديين التارجت بتاعنا ب 10%. وصلت؟ البيع اللي بيجي هنا في الكي بي اي ده يا شباب. طب تعالى انا هعدله تاني، انا هعدل التارجت تاني اهو. انا اسف اهو 1 او 1.4 1.4 اهو. جاب لي ان هو كده احمر. خلاص كده يا شباب. طب انتوا ما خدتوش بالكم ان الكي بي اي دي بتجيب اخر شهر، ما بتجيبش توتال بيع، بتجيب اخر شهر. مش بتجيب كل توتال، مش زي الراديال جيج، مش زي الجيج انت مش كانت البيع في الجيج هنا يا محمود عبد الستار كانت هنا كانت 2 مليون 30. انت خدت بالك ان هنا في الكي بي اي هنا 325,000 ده شهر ديسمبر بس، ده اخر شهر. انت عملت قبل كده مع الناس باكستان؟ تلاقيهم ان هو مش فاهم يعني كده. انا حاسس بيكي صح؟ انت عايز تتايه ولا السلام عليكم؟ اه بعد كده تلاقيني بعمل كده. اوكي ماشي يا شباب. ايه تمام. بالسنه تعال نشوفها بالسنه ايه. هنشيل المانث ونحط لير اهي. اهي ما كده كده احنا قايلين التوتال بقى، ما احنا جايبين السيلز وضربنا في 100 في 1.4 140%. ها كده يا شباب. بصوا بقى يا شباب بقى الحته اللي جايه دي. انا جايب لكم بقى ايه حاجه عشان نشتغل عليها النهارده، اللي هي معادله كالكوليت. كالكوليت دي من اهم المعادلات في الباور بي اي كلها. الباور بي اي دي كالكوليت دي هتلاقيها داخله في كل حاجه. يعني عندنا زي ايه مثلا، زي ايه مثلا في حياتك مثلا. إيه مثلا انا بالنسبه لي اللي انا بدخل الشاي الاخضر في كل حاجه، بشرب شاي اخضر في كل حاجه مثلا. ممكن في ناس عندها الملح في كل حاجه صح ولا ايه؟ ماشي اوكي معلش. اوكي بصوا يا شباب. انا هنقفل بقى دي كده كده. احنا قلت لكم بقى شويه حاجات كده السلام عليكم.
تعالى بقى في معادله كالكوليت دي. اوكي، انا هفتح كده باور بي اي جديد كده. افتح باور بي اي عادي، هعمل بلانك ريبورت. في مشكله ولا ايه؟ انا حاسس ان احنا قاعدين في وركينج سبيس، كل واحد قاعد كده ومشغل حاط اللاند فري في ودانه. انتوا الناس كلها معايا ولا السلام عليكم؟ I'm just a girl ليه يا عم؟ انا بحبك يا محمود، انا بحبك يا محمود افستر والله. ماشي. بص يا شباب، احنا دلوقتي هنسحب الملف بتاع الكالكوليت ده. خلاص اهو، اهو، اهو. بسحبه على الشيت. اوكي ماشي. اهو هنسحب شيت 1 ده كده، ونقول له هنا ايه يا استاذي؟ لود على طول. خلاص هنعمل لود. اوكي كده الداتا تمام وكل حاجه تمام. انا جايب لكم يعتبر البيست براكتس بتاعت المعادله كالكوليت دي، لان والله مش بهزر. معادله كالكوليت دي يعني هيجي لكم كده اسئله، لان مثلا الناس اللي عايزه تكمل في حته لو داخله مثلا انترفيوهات بتاعه باور بي اي، داخلين مثلا عايزين يكملوا يبقى داتا سيرتيفايد بتاعه داتا اناليست سيرتيفايد في الباور بي اي اللي هي بي ال 300. فتلاقي والله معادله كالكوليت دي لازم هتقابلها، لازم هتقابلها، مفيش مفر. بصوا يا شباب، دلوقتي في معادله كالكوليت دي بيقول لي ايه لما اجي افتح هنا؟ بيقول لي انا عايز كالكوليت توتال سيلز فور ذا يير 2023. انا عايز مبيعات توتال سيلز ليير 2023. طب تعالى كده نشوفها هنا كده عشان ايه نمشي عليها. بص كده يا استاذي، احنا هنعمل هنا تيبل، وهنيجي هنا ايه نقول له اليير هنا نحطها هنا كده، ونقول له هنا ايه الاماونت. اليير جايب، بص اليير جايبه لي ايه؟ خدت بالك؟ اليير جايبها لي صم. انتوا شايفين هنا صم اليير. ما هو عشان شايف ان اليير ايه يا استاذه؟ نو. انا عملت جدول اه. فلما حطيت فيه اليير وحطيت فيه السيلز جمع لي اليير صح؟ احلها ازاي دي؟ حد يعرف يقول لي احلها ازاي؟ دونت سمرايز، بالظبط، الله ينور عليك. بص كده لما تيجي تقرب عليها هنا مكتوب لي سم يير، طبعا ما ينفعش، لان هو شايف ان اليير، بصوا احنا قلنا ان اليير هنا عليه علامه السيجما، علامه السيجما دي يعني رقم صح؟ هو شايف ان هو رقم. فهنيجي هنا عند اليير دي كده ندوس على علامه الثلاث اللي هو السهم ده كده، دو نوت سمرايز. لما ادوس دو نوت سمرايز هتلاقي ايه؟ الارقام ظهرت اهي. خلاص كده معايا ولا ايه؟ ايه يا استاذ مالك؟ ها؟ بص يا استاذ اهي، اهي اليير والاماونت فتحنا كده. انا بس ماشي اوكي. يير والاماونت، فهي كانت الصم دي يير اهي. فانا باجي اقول له هنا ايه؟ دو نوت ايه سمرايز يا استاذ. خلاص كده اهي. واجي هنا في الفاليو، انا بس عايز بس اكبر الكلام كده شويه، وكلهم هيدر دي كده ايه اكبرها شويه. بصوا يا شباب، انا عايز بس اقول لكم على حاجه. دلوقتي لما يقول لي انا عايز معادله يجيب لي فيها مبيعات 2023 بس. خلاص كده يا جماعه. بصوا يا شباب معلش ركزوا معايا هنا بس. انا هعمل هنا ايه؟ نيو ميجر. اوكي، احنا عايزين دلوقتي إيه يا استاذ نادر؟ مبيعات 2023. كبر كده شويه دي كده الكلام كده شويه. مفيش شرط، احنا قلنا تيبل، ده تيبل اه. اوكي، احنا عايزين يا جماعه ايه يا استاذ ريدي؟ احنا عايزين مبيعات 23. خلاص كده شباب، بصوا اقول لكم على حاجه، اسمعوني كويس. تابعوني بس في الحته دي عشان انا حاسس الناس ايه عماله تعمل كده وتعمل كده، تعمل كده وتعمل كده. فخليكم بس معايا، ركزوا بس الحته دي هنا. بص، انا عملت لكم الجدول بتاع 2003 اللي هو المبيعات بتاعت السنين ليه؟ عشان لما نجيب مبيعات 23 نقارنها. اوكي ماشي. انا عامل هنا ميجر اسمه ايه؟ 2000 لا سيلز اوف 2023. اوكي، المعادله هتبقى ماشيه ازاي يا شباب؟ هتبقى معادله اسمها كالكيوليت اهي. بيقول لي كالكيوليت الاكسبريشن بتاعي يبقى ايه؟ حد عارف الاكسبريشن ده اللي هو ايه؟ ايوه ايكويشن، انا عارف في المحاضره انا عارف.
ما تنجز بقى يا عم، ما تنجز بقى. صم، ايوه صم 23. الله ينور عليكم. صم، ما احنا قلنا الاكسبريشن دي لازم تبقى معادله. صم الاماونت دي اللي هي شيت 1 اماونت، واقفل القوس، لازم تقفلوا القوس بتاع صم. خلاص. كوما فلتر. مش هو هنا بيقول لي ايه المعادله؟ هنا بيقول لي بعد ما جبت الاكسبريشن نجيب هنا ايه يا استاذ محمود ابو ستار؟ الفلتر بقى انت هتفلتر على ايه؟ على السنه. اليير اهي. اتفضل اتفضل. اليير شيت 1. شيت 1 يير اهي، شايفينها؟ شيت 1 يير صح ولا ايه؟ بيساوي 20 23 20 23. وهنقفل الكوتيشن كده. وصلت؟ اصل انت مش فاهمني يا استاذ حسن. احنا بس يعني احنا كبرنا بقى، الموضوع بقى عايزين نشد شويه ولا ايه؟ هقول له حاضر. خلاص كده يا جماعه. انا اسف، معلش معلش. ازيك يا استاذ هاجر؟ ازيك يا فندم؟ ها يا شباب، هنقفل بعد كده القوس ده كده وندوس انتر. هو كده احنا ايه؟ عملنا الميجر صح؟ بالظبط. هنعمل ايه بعد كده؟ انا عارف ايه بعد هنعمل بعد كده. ها، احنا عملنا المعادله، هنعمل ايه بعد كده يا عبد الرحمن؟ احنا دلوقتي احنا عملنا الميجر، هنعمل ايه؟ هنخرجها في كارد اهو. هتبقى كارد. فين الكارد؟ كارد فين؟ هو بص الكارد يختفي ويظهر، ما اعرفش في ايه. يعني بص، هو مش كان الكارد كان هنا كان موجود، مش ظاهر دلوقتي. فاهم قصدي؟ لا في كارد تانية. شفت؟ ما بقول لك هي، مش بقول لك، ما انا بقول لك هي مشكله هنا. هات اي كارد عندك هاته يعني اهو. هنحط هنا كده وهناخد السيلز في 23 نحطها في الايه، في الفاليو هنا. ايه ده ازاي؟ ايرور فيتشنج ليه؟ ايرور فيتشنج ده ليه؟ طب ثواني، 23 دي تتكتب كده، ثانيه ثانيه. 23 ما تبقاش ما بين كوتيشن، انا اسف. شيل الكوتيشن ما بين 23، انا اسف. لان ده رقم، انا معلش انا متاسف. هنيجي هنا كده بدل يساوي 20 23 بالكوتيشن، خليها بدون كوتيشن. خلاص كده يا جماعه. معلش انا اسف. على فكره هو العيب عندي انا، على فكره انا اكتشفت ان انا اللي شارب انا الملوخيه. لا لا، انا اللي شارب انا الملوخيه. لا لا. بصوا يا جماعه، 20 23 257,000. هنا 257,000، بس دي احنا عاملينها ايه عن طريق يا استاذ مي؟ الميجر. الله ينور عليك. خلاص كده، دي كده اول حاجه في دي كده حاجه بسيطه جدا في معادله كالكوليت. اوكي يا استاذ محمود؟ تعالى بقى اللي بعديها. خلاص. انت تقول له اتريق عليا صح؟ خلاص كده. تعالى اللي بعديها. ماشي شباب. ماشي. ها يا شباب كده نكمل كده. ها. ها. اوكي. بعد كده قال لي ايه تاني؟ قال لي calculate total sales for the north region. total sales for the north region. north region دي اللي هي ايه؟ تعال نبص كده عليها. دي الريجن اهي كده. تعال نبص كده الريجن اهي. قال لي انت عايزك تجمع لي كل الاماونت ده بتاع النورث. يبقى نعمل ايه؟ هتبقى معادله كالكوليت على طول. معايا ولا ايه؟ بص، هنعمل هنا نيو ميجر. هنقول له هنا الميجر اللي هو ايه؟ هتبقى نورث سيلز. اوكي؟ نورث سيلز. خلاص كده؟ نورث سيلز. اوكي، نورث سيلز هتبقى بيساوي ايه؟ كالكوليت اهي، كالكوليت اهي. الاكسبريشن هيبقى ايه؟ احنا بنقول عايز سم سيلز، هيبقى سم. بعد كده تبقى ايه؟ شيت 1 اماونت دي.
خلاص، واقفل القوس بتاع sum. بعد ما دي كده الاكسبريشن صح. بعد كده يا استاذ نادر كوما. بعد كده الفلتر، احنا هنفلتر على ايه؟ الله ينور عليك، ريجن. نكتب ريجن كده بيساوي ايه؟ كانت اسمها ايه؟ نورث ريجن. نورث، ناخد نورث دي كده او نكتبها كده على طول. شيفت كوتيشن نورث. لا ال 23 كانت رقم. ايه يا استاذه؟ فيها يا استاذه اهو، ونقفل القوس ونقول ايه؟ انت بتقولي حاجه؟ عارف عارف فيلم الليمبي؟ قال له بص في ورقتك، قال له انت لو مش راجل كبير كنت ايه؟ خزيتك في نضارتك. عارف الجمله دي؟ خلاص كده يا جماعه. بعد كده نعمل ايه؟ هناخد كارد نورث على طول. قال لك ان نورث سيلز هتبقى رقمها كام يا استاذه؟ اي كالكوليت. بصوا يا جماعه، كالكوليت اهي بيساوي سم الاماونت كوما ريجن اللي هو نورث. وصلت؟ وصلت ندى؟ في حاجه كويسه، انت كده كويسه لحد الان صح؟ انتوا واحد منكم هيجي يقعد جنبي، لا انتوا الاثنين هتتفرطوا كده يعني. لا، ما عبد الرحمن واستاذ محمود عبد الستار. ما انا مش عارف، ما انا مش قاعد في وسطيكم. ما هو الامارات قاعدين عمالين يروشوا. حاضر حاضر. خلاص كده يا جماعه. انا بعد كده عارف انت دكاتره الجامعه اللي بيمشي يمشي يمشي وفي الاخر يقول لك انت بتعملوا بقى ايه عارف انت الشغل التحقيقات ده. ماشي. ها يا شباب كده احنا تمام كده. نعم نقول يا عمر. اللي بعدها ايه؟ خلاص كده. خلاص كده نكمل. بصوا يا شباب، احنا كده ايه عملنا بالسنه وعملنا بالمنطقه. خلاص كده. تعالى بقى نكمل. قال لك ايه اللي بعديها؟ قال لك احنا عايزين كالكوليت سيلز فور برودكت ايه ان 2023. ركزوا بقى في الحته دي. هو كده طالب مننا ايه؟ تو كونديشن. هو عايز البرودكت اللي اسمه ايه والسنه 23. وصلت؟ والتوتال سيلز برضه. خلاص. لو عندك حاجه قوليها. خلاص كده. تعال نكمل هنا يا جماعه كده اهي. احنا هنعمل ايه يا استاذ نادر؟ نيو ميجر. هنقول له هنا ايه؟ A فور 23 يعني A فور 2023. اوكي يا جماعه. بيساوي ايه بقى؟ بيساوي كالكيوليت الاكسبريشن هتبقى ايه؟ سم. الله ينور عليك. سم سيلز، سم الاماونت، ونقفل القوس. بصوا يا جماعه، ما دام فتحنا معادله سم يبقى نقفل القوس بتاعنا. خلاص كده. دي كده اول اكسبريشن. خلاص كوما. هو كان عايز ايه؟ الفلتر. بصوا يا جماعه، شايفين علامه الفلتر دي؟ بصوا ما بين سكوير براكت. شايفين ده اسمه سكوير براكت، اللي هي المربعات المقفوله اسمها سكوير براكت. دي يعني ايه؟ يعني فلتر الى ما لا نهايه. يعني تفلتر اكتر من مره. فاهم قصدي؟ يعني مش فلتر مره واحده. يعني احنا دلوقتي هو قال لي ايه؟ انا عايز البرودكت اللي اسمه ايه والسنه 23. هو مختار لي حاجتين. يبقى نقول له ايه؟ يبقى الفلتر الاولاني ايه هيكون ايه؟ هيكون ان احنا هنجيب البرودكت اللي اسمه برودكت اهو شيت 1 برودكت بيساوي ايه؟ بيساوي ايه اهي. صح؟ كوما. احنا عايزين بقى الفلتر الثاني صح؟ ما احنا قلنا في فلتر ثاني اللي هي 23 صح ولا غلط؟ هتكون الير اهي الشيت 1 يير هتكون ايه؟ بيساوي 23 2023. واحنا قلنا ان الارقام ما بتبقاش ما بين كوتيشن. وصلت؟ انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟
تعالى اوري لكم معايا عشان تبقى باينه قوي اهي. بص احنا جمعنا الاول البيع وقلنا اول حاجه ايه، فلتر لي على البرودكت اللي اسمه ايه، وبعد كده قلت له في الكوما تاني قلت له فلتر لي على الير اللي اسمها 23. وصلت شباب رجاله؟ وهنقفل لنا ايه هنا القوس هنا اهو، هنقفل لنا القوس هنا ونقول لنا ايه انتر. هو قال لي انتر كونتيننتال صح؟ يس. اوكي. لا اله الا الله. هناخد الكارد، هناخد الاي 4 26. ايه ده؟ لا ما هو ثواني بقى، احنا ممكن نشوف، يبقى احنا كده دوسنا حاجه غلط. هو مش برودكت ايه بقى يا جماعه؟ هو مفيش برودكت ايه اساسا، يبقى نجيب برودكت لابتوب. مفيش يعني، مفيش حاجه اسمها برودكت ايه. انا اسف يا جماعه معلش، انا متاسف. يبقى نيجي ما دي على فكره دي حركه مني عشان بس ايه اوريكم ان انتوا مش واخدين بالكم. نكتب هنا لاب توب. انا بس عايز اشوفكم بس انتوا مركزين ولا لا. احنا عايزين نغير بدل الاي دي نكتب لاب توب بس، لاب توب. اه لا لا لا, لا. لاب بس كده، ونرجع تاني كده وايه 59,000 كده. الله ينور. على فكره والله معادله الكالكوليت دي داخله في كل حاجه. فاكرين التايم انتليجنس فانكشن؟ عارفاه؟ كانت بتاعت ايه؟ الذكاء الاصطناعي اللي هو كوبايلوت شات جي بي تي. تايم انتليجنس فانكشن دي لما احنا كنا بنشرح اللي هي ام تي دي واي تي دي، اللي هي لما كنا بنقارن اما نعم. ماشي اوكي. خلاص كده يا جماعه. ماشي خلاص كده. معادله كالكوليت دي داخله في كل حاجه. عارفه ماشي اوكي خلاص. لا 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 خلاص كده يا جماعه. ماشي تعالى بقى نكمل اللي بعديها. قال لك calculate total sales excluding the south region. excluding. الله ينور عليك الله ينور عليك. نعمل كده نيو ميجر. الله ينور عليك. هنقول له هنا ايه all all without south. all without south. all without south. خلاص كده. تبقى معادله ايه؟ المعادله calculate هتبقى الاكسبريشن هيبقى sum اللي هو الاماونت. خلاص كده. دي اول حاجه calculate sum amount. اوكي. بعد كده نقول له ايه كوما. هيبقى ايه بقى؟ هيبقى نوت. في هنا حاجه اسمها نوت ساوث. نوت. لا احنا لا معلش انا اسف. هنفلتر الاول على ريجن. هي اهي ريجن. يبقى لا نوت ريجن ساوث. معلش لحظه. نوت ثانيه بس كده اتاكد بس منها عشان انا ايه. نوت ريجن ساوث. ونقفل كده القوس وندوس انتر ونسحب كده كارد دي كده. لحظه. ايوه الله ينور. اهي. لان هم التوتال كله بتاعهم، التوتال كله 863 صح. اي هتبقى. بصوا يا جماعه الكالكوليت هنجمع الاول سم اماونت. اوكي. بعد كده اللي هي هتكون نوت ونجيب الريجن بيساوي ساوث. ها يا جماعه كده تمام. ها طب اولع عشان تدفي اكتر. نعم. ها يا شباب. ها يا باشمهندسين. ها كده تمام زي الفل. اخر بقى واحده كده يا استاذ نادر عشان كده خلاص. calculate total sales ignoring filters in on region. بصوا يا جماعه الحته دي ignoring filter. فاكرين ان احنا مش كنا قايلين
ان في 3 انواع من الفلاتر صح؟ في فلتر على الفيجوال وفي فلتر على الصفحه وفي فلتر على كل الصفح صح؟ فاكرين الحته دي؟ ركزوا على الحته دي. انا عايز بس اجيبها لكم عشان دي الموضوع ده هنا كبير. بص لما اجي اعمل هنا كده واقول له هنا هات لي، احنا قلنا ايه؟ قال لي هنا ايه؟ هات لي هنا الريجن وهات لي هنا ايه؟ السيلز اللي فين اماونت اهي. نكبر بس كده عشان تشوفوها بس كده كويس. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الحته اللي جايه دي بعد اذنكم، بعد اذنكم. دلوقتي مش احنا قلنا قبل كده ان في فلتر على الصفح؟ بمعنى ان انا هنا شايفين الجزء اللي هو اللي اسمه فلتر هنا ده كده، شايفين الجزء ده؟ ان انا ممكن اجي هنا عند الريجن واقول له هنا ايه؟ دي كده حاجه اسمها مكتوب هنا ايه؟ فلتر اون ذيس فيجوال. فيجوال دي اللي انت على الفيجوال بس، لكن انا هقول له لا انا عايزه فلتر عليها يا محمود عبد الستار على كل الصفحه. هتبقى ايه؟ فلتر اون ذيس بيج اهي، شايفينها دي؟ هنيجي ناخد الريجن دي كده وهنيجي نقول له ايه؟ هات لي الايست، الايست بس. خلاص كده بقت ايه؟ الايست بس. فكده بمجرد انا كده قلت له ايه؟ على كل الصفح، على كل صفحه قصدي. بمعنى ان انا لما هاجي هنا اعمل كولوم تشارت واحط هنا السيلز الاماونت في الواي اكسس واحط هنا الريجن، المفروض يطلع لي ايه يا استاذ نادر؟ ايست بس صح؟ ما احنا قايلين له ان الفلتر على الصفحه كلها، صح ولا لا يا شباب؟ مهما انت تعمل على الصفحه هيطلع لك الايست بس، لان انت قايل له على الصفحه دي كلها فلتر لي على الايست بس. هو بيقول لي بقى ايه؟ اجنور كل الفلاتر. يعني احنا عايزين نعمل معادله حتى لو في فلاتر معموله احنا نعملها اجنور. وصلت؟ ماشي. بصوا يا شباب بقى عشان المعادله دي ايه هتبقى معموله كده. بصوا انا هاجي هنا هقول، قول لي. بالراحه بالراحه، طلع لسانك انفضه ورجعه تاني يشتغل. خلاص بصوا يا شباب، ان شاء الله خير ان شاء الله خير، ركز بس معايا. عارف الشريط لما كان بتخبطه كده ويرجع يشتغل؟ اوكي بصوا يا جماعه، احنا ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ بصوا يا شباب الحته اللي جايه دي، احنا هنعمل هنا نيو ميجر. خلاص كده يا استاذي، نيو ميجر. هنقول له هنا ايه؟ اول ريجن، اول ريجن. خلاص وهنقول له يا استاذي، هنقول له كده بيساوي كالكوليت. بصوا بقى عشان الحاجه دي والله هتبقى مهمه والله. كالكوليت الاكسبريشن هي هتبقى ايه؟ هيبقى في المحاضره صح؟ هيكون sum اللي هي الاماونت، صح يا استاذ نادر؟ احنا لحد الان كده احنا ماشيين كلنا صح؟ sum اماونت صح كده يا شباب؟ كوما، وانا دوس شيفت انتر عشان انزل على اللي بعديه. الفلتر الاولاني هيكون ايه؟ في معادله لو تفتكروها في تاني محاضره اسمها اول، فاكرين اول دي؟ اول دي لما كنا بنعمل بيها الكلون اللي هو الجدول ونعمل جدول زيه اهو، نعمل اول في معادله اسمها اول اهي. بص بيقول لي اول لا اما تيبل لا اما كولوم، احنا نقول له ايه؟ كولوم. كولوم اسمه ريجن، ما هو في كولوم اسمه ريجن هنا صح؟ صح ولا غلط ولا ايه يا استاذ؟ هنكتب هنا ريجن بس كده، اول ريجن واقفل القوس بس كده. خلاص كده يبقى sum الاماونت كوما اول ريجن. خلاص كده واقفل القوس وادوس انتر بس كده. اعمل بقى كارد كده ابن ناس واسحب ايه؟ فين اول ريجن دي اهي. طلع التوتال كام يا استاذ نادر؟ 839,000. طب ليه ما طلعش 176 مع ان انا قايل على الفلتر على الصفحه كلها؟ صح يا استاذ مي؟ صح يا استاذ محمود؟ دي بقى الاجنورنج. لما تيجي تجنور حد يا استاذ محمود تعمل له ايه؟ تعمل له معادله اول. انت مش عايز تديني اي رياكشن ليه؟ ان شاء الله خير ان شاء الله خير. طب خلاص احنا قول بس، خلاص كده يا جماعه ما تخافش انا جنبك. خلاص كده يا جماعه احنا قلنا ايه؟ اول
بصوا بقى اللي احنا شرحناه ده كله هنا كده، المعادلات اهي تحت اهي. المعادله كالكوليت اهي، نورث بعد كده دي وبعد كده ساوث وبعد كده اول، حتى اول اهي. اول دي على فكره مهمه قوي يا شباب، لان انت في اوقات بتبقى انت مفلتر على الصفحه كلها، بس انت قايل ان الفيجوال دي او الحته دي بتبقى ايه، ملهاش علاقه بالفلتره، ملهاش علاقه بالفلتر اللي محطوط. وصلت ولا ايه؟ خلاص كده. يعني ايه دوس كلها؟ لا، ما هو في حاجات بتبقى انت قافلها على ناس معينين. بصوا يا جماعه في الباور بي اي سيرفيس انت بتبقى قافل حاجات على، يعني بتبقى عامل مثلا حاجه للماركتنج، حاجه للسيلز، حاجه كده. ماشي كده يا استاذ نيره؟ ها يا شباب كده تمام؟ احنا كده خلصنا الفيجوال وخلصنا الكارد وخلصنا اللي هي الريديال والكاردز والمالتي رو كارد والكي بي اي، وخلصنا كمان اللي هي كالكوليت. معادله الكالكوليت دي كانت لازم تتشرح. احنا النهارده نعمل ايه؟ تايم انتليجنس. طيب يا ابني ده انت اللي كنت ايوه ده انت اللي كنت بتجاوب معايا. على فكره احنا مش ماشيين، احنا لسه فيه. امورين يا أبو. حاضر حاضر. بصوا يا شباب، ايوه بالظبط، هي دي اللي هي كذا معادله، ام تي دي واي تي دي كيو تي دي وهكذا. سيم بيريود لاست يير، ديت اد، انت عارفها والله. خلاص كده. ده انا كنت بحبك يا استاذ محمد وعمال ارمي لك دي كده اقول لك طبعا. بصوا يا شباب، بص احنا النهارده انا جايب لكم بس داتا. معلش انا اسف انا اسف انا اسف. بصوا يا شباب، انا جايب لكم هنا داشبورد اسمها اتش ار داتا. اتش ار داتا دي اللي احنا نتكلم في الاتش ار بقى، ما احنا مش عايزين كل حاجه تبقى سيلز سيلز سيلز. حتى الناس ممكن ايه تجزع مننا يا استاذ حسام عشان من كتر حلاوتها كانت نفسها. اوكي، انت برضو لازم حاضر. ماشي اتفضلوا يا جماعه ناخد بريك كده. ماشي ناخد بريك ونرجع. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي عندنا في شيت اسمه اتش ار داتا. اتش ار داتا ده عباره عن ايه؟ الامبلوي نمبر، الجندر بتاعه، المارشال ارتس، صح كده يا استاذه؟ مارشال ارتس يا استاذه انجي. مارشال ارتس مثلا اللي هو اذا كان كونغ فو كاراتيه، مارشال ارتس. اوكي اوكي. مارشال ستيتس يا استاذه، ركزي معايا هنا مش مارشال ارتس ايه. مارشال ارتس ايه؟ مش مارشال ارتس دي فنون قتاليه. اوكي. مارشال ستيتس اللي هو سنجل ولا ماريد ولا ديفورسد. الايدج باند دي اللي هي اذا كان يعني مثلا ما بين من 20 ل 30، من 15 وهكذا. خلاص. وفي الديبارتمنت اللي هي ار ان دي دي اللي هي ايه يا جماعه؟ ريسيرش اند ديفلوبمنت. الله ينور عليك. دي برضو قسم من اقسام الاتش ار. في اقسام اللي هو دلوقتي الاتش ار بيعمل سيلز عليه اتش ار، وبعد كده ار ان دي، وبعد كده في سيلز. الاديوكيشن اللي هو مثلا ايه اسوشيت وديجري، دي الاديوكيشن بتاعه. وفي عندنا الاديوكيشن فيلد اللي هو لايف ساينس. ايه لايف ساينس دي؟ اللي هي علوم حيويه يعني مثلا. اوكي. والجوب رول اللي هو ده، والبيزنس ترافل اللي هو بيسافر على ايه، والامبلوي كاونت اللي هو موجود معانا ولا لا، والاتريشن دي اللي هي زي الريزيجنيشن. بس الريزيجنيشن دي او ريزاين دي اللي هي ريزاين ده، او الاتريشن دي اللي هي التقاعد. صح الله ينور عليك. نقل، تقاعد، حد مش موجود في الشركه من الاخر. صح الله ينور عليك. وفي الاتريشن ليفل اللي هو اكس امبلويز، وفي كرنت امبلويز، والجوب ساتسفاكشن اللي هو مدى رضاك عن الخدمه، والايه الاكتيف امبلويز اذا كان ده موجود ولا لا. عندنا شويه داتا كده يا استاذ حسام، عايزين بقى نطلع منها داشبورد. اول حاجه مثلا لما يجي في دماغك مثلا شويه حاجات كده يا استاذ هنا مثلا، ممكن نطلع ايه من الشيت ده؟ ها؟ مين احسن موظف؟ ماشي. حاجه زي كده. ها؟ احنا عندنا في حد بيضحك صح؟ ممكن نطلع مين اكتر بالظبط. في عندنا نجيب الجندر اللي هو كام فيميل وكام ميل، صح؟ كارنت امبلويز اللي هو احنا نجيب كام موظف. معدل الاتريشن، معدل التقاعد، احنا عندنا كام
كام واحد متقاعد وكام واحد لا، صح كده يا حسام ولا ايه؟ الايدج احنا عندنا كتير صح. بصوا احنا الله ينور عليك، وعندنا كمان معدل الاتريشن هل ليه علاقه بالاديوكيشن ولا لا؟ يعني هل اللي بيمشي ناس عندها اديوكيشن عالي ولا لا؟ صح، ما هو في حاجات زي كده. مين اكتر اتريشن؟ اللي هو اكتر ناس بتمشي في الاقسام. احنا عندنا اقسام السيلز والاتش ار والار ان دي، صح صح، حاجات كده كتير. بصوا انا هنا لما بيكون انت عندك داتا مش عارف تطلع منها شويه حاجات، بتاخد منها مثلا الجزء ده كده شويه كده، مثلا حوالي 10 15 صف، وتحطهم في شات جي بي تي وتقول له لو سمحت انا مش فاهم الداتا دي، ممكن تقول لي اطلع منها تحليل ازاي؟ والله بكلم جد. مش معنى كده انك بتلغي عقلك، بس انت الشات جي بي تي بيساعدك وبعد كده انت بتكمل. فاهمين قصدي يا جماعه؟ اهو بصوا اهو، انا سالت شات جي بي تي، بصوا في 500,000 حاجه اتقالت لي. قال لي تحليل استقاله، مقارنه معدل الاستقاله، الديبارتمنت هل في قسم معين عنده اعلى معدل استقاله ولا لا، مقارنه عدد الموظفين. فاهمين قصدي يا جماعه؟ لو انتوا داخلين على بيزنس انتوا مش فاهمينه، فاهمين قصدي؟ يعني لما انت نفترض مثلا ربنا يكرمكم ان شاء الله وتشتغلوا مثلا فريلانس مثلا، لو تعرفوا مواقع زي خمسات او مستقل او فريلانسر، بالظبط فريلانس اللي هو في موقع اسمه خمسات ومستقل وحاجات زي كده، في اب وورك، في جلاس دور، حاجات زي كده، بيبقى في ناس محتاجين ناس تشتغل لهم شغل، فبيدوم الداتا دي. فنفترض انت بتاخد الداتا دي مش عارف تطلع منها داتا، يعني مش عارف تطلع قصدي منها انسايتس او نتائج، فبتاخد اول 15 صف وتقعد تسال شات جي بي تي نقدر نطلع ايه. خلاص يا جماعه، يعني عشان لو انت داخل على بيزنس انت مش فاهمه، يعني الاتش ار مثلا. هو لو مثلا جالي شغل او حاجه، هو ما بيبقاش عارف هو عايز ايه، هو بيديني داتا وخلاص وانت تديني منها بشوف، بالظبط لكن هو مش بيجي انت بتدي له الارقام كذا وكذا بالظبط. وكذا. ما هو بصي، هو ما ينفعش يقول لك انا مش عارف كذا وكذا وكذا، لا هو لا. انت تحب تشوف ايه؟ ما انا مش هطلع لك 500,000 داتا. يعني مثلا افترض احنا قاعدين دلوقتي القعده اللي احنا قاعدين، هو اللي يشوف، ما هو المدير، صح ولا غلط؟ ما هو المدير، يبقى المفروض انت حضرتك يا فندم عايز تشوف ايه مثلا؟ ايه اللي انت تشوفه قدامك؟ مثلا نجيب عدد الموظفين، عدد معدل الاستقاله مثلا، ايه الاستقاله عندنا العاليه، ايه الاقسام اللي فيها عدد موظفين كتير والاقسام اللي عدد فيها موظفين قليلين، افريج المرتبات، لو في مرتب عايزين نعرف المرتبات ايه. انا جبت لك شويه حاجات، ايه بقى اللي انت عايز تطلعه تاني؟ ما هو انت لازم تقولي له برضه، ما هو لازم راجل يجي يساعدك، ما انت مش هتقعدي تطلعي. بصي ركزي في الحته دي. احنا هنا بصي، تحليل الاستقاله دي الديبارتمنت والجوب رول والبزنس ترافل، يعني الجزء ده كله ده داشبورد لوحده. يعني شايف الجزء ده كده كله داشبورد لوحده، ودي داشبورد لوحدها. ما انا مش هقعد اعمل لك تحليل بيانات ل 500,000 حاجه، انا لازم اديك كده حوالي كام تشارت كده، دي الاساسيات البيج تشين بتاعتنا. انت بقى عايز تفاصيل تانية اعملها لك، لكن انت اللي تقول لي الكي بي اي بتاعتنا او اللي هو ايه الفاندمنتال، الحاجات الاساسيه اللي انت عايز تشتغل عليها. وصلت استاذ هاجر؟ خلاص كده ماشي يا شباب. بصوا انا عامل كده في دماغي كده داشبورد نقدر نشتغل عليه. خلاص كده تيجي نجرب. خلاص كده بصوا يا شباب، هنقفل ده كده، هنفتح طبعا بقى استاذ نادر بقى ايه كلنا بقى مع بعضينا بقى كده، نفتح الباور بي اي، نفتح صفحه باور بي اي عاديه خالص، بسم الله كده ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفتح دلوقتي بلانك ريبورت، وهنسحب الداتا اللي موجوده في الاتش ار داتا، نسحبها على الباور بي اي. اوكي يلا يا فندم، يلا هنعمل امبورت داتا فروم اكسل. يا عم انت يا عم انا ما تصبر يا عم. استاذ حسام حلها يا جماعه. بصوا يا جماعه، صح جدع يا حسام، ما احنا كنا عايزين بقى نحل بقى الكلام ده. استاذ حسام، استاذ حسام بص، الراجل المحترم ده هو بيذاكر طبعا، مش زي الناس ما بتذاكرش. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي اغلبيه الشغل اللي احنا اشتغلناه ايه؟ كان اكسل وكان جوجل شيت وهكذا وحاجات زي كده. قال لك بقى ايه دلوقتي؟ قال لك دلوقتي لما تيجي تفتح دي وتفتح داشبورد، قال لك مفيش هنا حاجه. ليه؟ لان الصيغه اللي احنا بنسحبها مش اكسل، مش اكس ال اس اكس. الصيغه اللي احنا المفروض نسحبها ايه؟ اوكي، هتبقى نعمل هنا بقى، هتبقى هنا جيت داتا، وهنقول له هنا ايه؟ مور، وهنقول له هنا ايه؟ فين تكست اند سي اس في. عارفين الصيغه اللي بتبقى كوما كوما، اللي هي كلام وكوما كوما كوما كوما. فايل فين؟
فايل هنا كده ونعمل سي اس في. وانت بتختار وانت بتجيب الامبورت ارجع في اول فايلز يعني اختار اكسل عادي. ايوه في على جنب بقى اول فايلز. اول فايلز بتجيب يعني. طب ممكن تاني معلش. جابت معاكم؟ ايوه بقى دي اسهل بقى. اللي هي ايه بقى؟ هنيجي هنا كده امبورت اكسل، بس انا بحب اختار بعد اذنك الكونكتور بتاعك. الله ينور عليك. انت لما اخترت الاكسل ما جالناش صيغه اكسل، فنعمل ايه؟ جيت داتا. عايزكم يا جماعه، عايزكم يا شباب يعني لو سمحتوا يعني. جيت داتا ونقول له هنا ايه مور، ونقول له هنا ايه تكست اند سي اس في اهي شايفها وكونكت. هنيجي بقى عند اللي هي داشبورد دي ونختار هنا ايه اتش ار داتا. انا مبسوط بجد ان هو يعني بتتابع معايا بجد، انا مبسوط قوي. خلاص ماشي يا جماعه، بجد انا مبسوط قوي جاي تتابع معايا في اخر واحنا ماشيين خلاص، او احنا خلاص بنقفل باور بي اي وماشيين الحمد لله. على فكره ان تبدا متاخرا خير من ان لا تبدا ابدا، عارف الجمله دي؟ خلاص اتفضلي. راحت عليه. مايكروسوفت فابريكس. مايكروسوفت فابريك مش فابريكس. فابريكس دي يعني انسجه، احنا فابريك بقى، فابريك مش فابريكس. او اقمشه يعني. فابريك ده لا، ده فابريك دي منصه بيبقى عليها كل حاجه، باور بي اي وكذا حاجه تاني. لا الباور بي اي مش هتروح عليه. عارفه كده زي يقول لك ايه الاكسل هيروح عليه ودي بقى جيت الاي اي، ولا لا مفيش مش هتروح عليه. لا احنا كويسين يا عم لما تذاكر الاول. عارف انت والنبي يا اخويا لما تذاكر الاول يا اخويا. عارف ايه؟ ماشي يا شباب. بصوا يا جماعه، خلصنا بقى الحته دي. ايه بقى اللي هنخلصه بعد كده؟ قال لك ايه؟ بصوا ال الاستخدام بتاعنا اللي هو يو تي اف 8 ده، يونيكود يو تي اف 8 هو بيختارها اوتوماتيك او ديفولت. هي ايه دي؟ حاجه اسمها نظام اسمه يو تي اف 8 ده. بتشوفوا كده سي اس في لما بيجي يتحول ممكن تلاقي علامات استفهام كده. حد شاف الشكل ده قبل كده؟ شفته قبل كده احسن؟ شفته قبل كده؟ ده لما بيكون عربي. لما بيكون عربي تلاقي لما بيكون في الاسامي تلاقي الاسامي عليها علامات استفهام كده كتير. اليو تي اف 8 دي اختارها. يو تي اف 8 اللي هي يونيكود يو تي اف 8 دي بتشتغل على اي لغه. خلاص. وطبعا الديليمتر بتاعتنا الكوما كل حاجه، مفيش اي حاجه غلط. هندوس بعد كده ايه لود، هنلودها ايه الباور بي اي. ماشي يا استاذ بسمه. خلاص كده. احلى حاجه الناس مش عارفه انا باصص لها ولا مش باصص لها. اوكي ماشي يا شباب. خلصنا كده الحته دي كده. الاتش ار داتا احنا كده سحبناها على الباور بي اي. ممكن نعمل ايه مثلا؟ ايه رايكم نبتدي بالكارد الاول؟ نبتدي بالكارد. كارد يعني ايه؟ يعني نجيب مثلا كارنت اوف امبلويز اللي احنا يعني نعمل شويه حاجات. ايه رايك يا استاذ نادر؟ يلا بينا. احنا نجيب كده اهو. انا بس هبتدي، بس لو سمحتم بس انا هاخد الصفحه دي مش هخليها باللون الابيض، انا هخليها لون تاني ولا ايه؟ يلا بينا. هنيجي هنا كده عند فورمات يور بيج دي، ونقول له هنا عند كانفاس باك جراوند، ونقول له هنا بدل الكالر دي نخليها ايه كالر دي دلوقتي، ونعمل ايه ترانسبيرنسي دي نقفلها خالص، تبقى الكالر يبقى لونه غامق سنه كده. خلاص. تعالى نرجع كده يا استاذ نادر نبص كده على الكرنت امبلويز اهو. الامبلويز اللي عندنا الاكتف بتوعنا اسمهم ايه؟ بص كده في الحته دي. احنا هنا عندنا الاكتف امبلويز في هنا عباره عن ايه؟ 1 و0 صح؟ هو بمجرد انت لما تيجي تحطها هيجيب لك الكرنت امبلويز. اوكي. بس هنجيبها كاونت ولا هنجيبها صم؟ كاونت ولا صم؟ طب تعالى نتاكد تاني بالراحه بالراحه. هي دي 1 ودي 0. انا عايز اجيب الاكتف. الاكتف دي بالنسبه لنا رقم 1 صح؟ لو انا جبتها الكاونت هنعد ال1 وال0 هنعد الاثنين، لكن لو انا جبتها صم هنجمع كلهم، فمش 0 دي مش هتبقى موجوده صح ولا؟ صح تمام. يبقى نجيب الكرنت الاول. خلاص. يعني ايه ترو فولس؟ فكر. يعني تحول الزيرو مش فارقه. او ممكن عارف تعمل ايه؟ فاكر الفلتر اللي احنا كنا شغالين عليه؟ يعني ممكن ايه نجيب هنا كارد اهي. بص سبحان الله هنا بص هنا الكارد اشتغلت. ما هنا بقى ايه شغل بقى ايه عفاريت، شغل عفاريت اهو. هناخد الكارد دي. هناخد الثانيه طالما خلاص ان شاء الله ماشي اهو. بص يا جماعه هناخد دي كده وهناخد الاكتف. فين الاكتف؟ اكتف امبلويز. هنسحبها كده على طول اهي. هي صم. صم يعني ايه؟
1232 1233 قصدي. عارفين يا جماعه 1233 بس خدوا بالكم بصوا هنا كده يا جماعه الحته دي 1233 مع ان هنا ايه الروز كلها 1470 يا استاذه هنا دي كده معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ان احنا جمعناهم كلهم الزيرو ما جاتش ولا ايه ولا في المحاضره ولا ايه بالظبط؟ ماشي اوكي خلاص كده يا جماعه. ايوه انت بتجمعهم يا محمود كده يا محمود. ايوه بالظبط لكن لو انت عملتها كاونت لو جبتها كاونت هتجيب الزيرو والوان يعني هتجيب اللي هو موجود واللي مش موجود بالظبط هيعد الرو الله ينور عليك. خلاص كده وهنسمي الاكت وهنسمي الكارد دي ايه؟ هندوس عليها دبل كليك كده ونسميها ايه؟ نشيل كده هتبقى اكتف امبلويز. بالظبط انتوا كان اسلوبكم بتاع اللي بتعمل زي بتاع الكوافيرات ده تحفه. خلاص كده يا شباب 1232 طالع. طب بص عايزين نظبط ال 1 كي دي اللي ظاهره 1 كي دي هندوس عليها كده وهنروح دايسين على فورمات يور فيجوال وهنروح عايزين على كاتيجوري ليبل دي لا مش كاتيجوري قصدي كول اوت فاليو دي هنلاقي هنا حاجه اسمها ايه ديسبلاي يونت وهنلاقي في هنا ديسيمال هنخلي الديسيمال ايه يا هندسه؟ ما هو ما ينفعش يطلع لنا بالكسور دي بني ادمين هندوس هنا كده ونخليها زيرو دوس انتر اهي اللي هي دي في الفاليو ديسيمال بليسز. انت عايزها نخليها بقى تبقى 1000 تبقى بال1000 كده. لا انا مش عايزها بال1000 خليها نون يبقى خليها نون اهي شايف ديسبلاي بصوا يا جماعه شايفين ديسبلاي يونت دي ديسبلاي يونت دي نون خليها نون اهي دوس فيجوال اهي كول اوت فاليو. انت اخترت الكارد اللي هي اللي عليها لايتنج دي. طب اختار الثانيه الثانيه هوريك الثانيه هختار الكارد الثانيه. اوكي بصوا يا شباب والنبي ركزوا معايا معلش شباب ركزوا معايا بالله عليكم. خلاص انا كده ايه قلت ايه انا عايز اختار ايه الكارد اللي هي الاكتيف امبلويز. هل ممكن نجيب مثلا ايه تاني؟ ممكن نجيب نمبر اوف اتريشن دي اللي هي ايه عدد الاستقالات. هنعمل هنا هنختار بقى الكارد اللي هي الجديده دي اهي الكارد اهي وهنخلي دي هنا جنب دي صح كده ولا ايه؟ خلاص ونجيب الاتريشن. تعال نبص الاول على الاتريشن دي كده. الاتريشن هنا لو تلاحظ مكتوب هنا ايه نو ويس. ركز بقى في كده نو اللي هو ايه مكتوب جنبيه ايه current employees يبقى كده ايه يبقى نو ده اللي هو الاكتيف معايا ولا ايه؟ يبقى احنا هنختار ايه؟ هنختار ايه؟ انا هقول لك انا هرجع لك انا دلوقتي. احنا عايزين نجيب دلوقتي عدد الاستقالات. احنا دلوقتي مكتوب جنب النو هنا يبقى هنجيب اليس يا استاذ. ما هو مكتوب اليس دي جنبها اكس. عارفه الاكس دي؟ كلنا عارفينه اللي هي الاي اكس. اوكي هنيجي نعمل هنا كده وهناخد النمبر اوف اتريشن هنحطها هنا كده. لما جيت سحبتها هنا كده هندسه في الفاليو جاب لي هنا ايه نو صح في الفاليو. انت حاططها في الكاتيجوري هندسه ركز معايا هندسه. خلاص هنعمل ايه بقى هنا كده معايا ولا ايه؟ بدل ما نخليها هنا كده نخليها ايه تبقى كاونت. اوكي بس الكاونت دي برضو لو تلاحظوا هو جايبها لي كام 1470. ما هو اكيد الشركه كلها مش بتستقيل صح؟ يبقى نعمل ايه بقى هندسه؟ هنيجي نقف في الفلتر دي كده. شايفين كلمه الفلتر دي هنا ركزوا بقى بالحته دي وهناخد الاتريشن دي ناخدها هنا كده نسحبها هنا. لا بصوا يا جماعه احنا مش كل شويه احنا هناخد ونروح ونيجي احنا كده مش هنمشي بالداشبورد. احنا كده قبل ما نعمل الكارد نكون ماشيين. فركزوا بقى معايا انا همشي على طول. ها مش لازم ميجر اهي. بص انا اوريك اهو دلوقتي بص انا سحبتها هنا دلوقتي اهو. انا هسحب اهو الاتريشن هنا اسحبها هنا كده وبعد كده اختار ايه اختار كلمه يس دي جابت كام 237. السلام عليكم. احنا كده عندنا كام نمبر اوف اتريشن 237 صح؟ ماشي احنا كده ايه
ممكن بقى نصغر دي بقى، نكتب هنا كده اتريشن اللي هو ايه ان او اتريشن اللي هي ان او كده. خلاص كده يا جماعه. احنا لو عايزين نجيب الاتريشن ريت هنجيبها ازاي؟ معدل الاستقاله نجيبها ازاي؟ اللي هو عدد الاستقالات على عدد الموظفين كلهم، صح ولا غلط؟ ديفايد، الله ينور عليك، صح. هنعملها ازاي ديفايد؟ هنجيب كل اللي اسمهم يس ونقسمهم على عدد الموظفين كلهم، صح. نجيب كل اللي اسمهم يس دي نجيبها ازاي؟ بكالكوليت، بفلتر اهو. مش ما انا عشان كده جبت لكم كالكوليت في الاول. يبقى نعمل هنا نيو ميجر. عارف البصه دي؟ عارف اصلا. اي هتبقى اتريشن ريت. اتريشن ريت احنا في كالكوليت اهي، كالكوليت. اوكي، كالكوليت دي هتبقى ايه يا جماعه؟ احنا هنجيب اول حاجه ايه؟ الاكسبريشن. يبقى الاكسبريشن هيبقى ايه؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. كاونت. كاونت ايه؟ كل الموظفين، اللي هو مثلا ما هو كاونت اي حاجه، ما هو كاونت العمود كله مش فارقه، فاهمين قصدي؟ اللي هو كاونت اللي هو ايه اللي اسمه اسمه ايه الاتريشن فين؟ ثانيه انا عايز بس اشوف دي كده. لا انا عايز كاونت اي حاجه، اصبر لحظه اشوف كاونت فين. انا عايز اجيب اكونت الاتريشن. لا ثواني كاونت الاتريشن. بصوا يا جماعه فين كده اهي، كاونت اتريشن اهي، واقفل القوس كده كوما. بعد كده اقول له ايه؟ الاتريشن دي برضو. بعد كده نقول له هنا ايه؟ بيساوي ايه يا جماعه؟ اهي لحظه، هتبقى بيساوي يس اهي، شيفت كوتيشن يس. فهمتوا يا جماعه الحته دي؟ احنا قلنا ايه؟ كاونت الاول اهي، كاونت الاتش ار اتريشن اي عمود في الكاونت. ما احنا اي عمود، ما هو اي عمود فيه العمدان كلها، ونقول له هات لي ايه؟ هات لي الاتريشن. خلاص كده يا جماعه، يبقى احنا كده جبنا ايه؟ الكاونت كلهم، صح ولا غلط؟ تمام كده جبنا ايه؟ الكاونت بتاع الاتريشن ريت، الاتريشن بس. وهاجي هنا اقول له هنا ايه؟ اقسمها لي على ايه يا استاذي؟ على كاونت الموظفين كلهم، صح ولا غلط؟ كاونت اللي هو ايه؟ اتريشن وخلاص اهو. نعمل هنا بقى قبلها ديفايد، ده النوميريتور، وبعد كده نعمل دي كده كوما دي. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ من الاول تاني. بصوا يا شباب، من دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي نجيب عدد الكالكوليت اللي هو قصدي اللي اسمهم ايه؟ الاتريشن. يبقى نعمل ايه؟ هنعمل هنا نيو ميجر، صح يا شباب؟ بقول لكم ايه؟ هاتوا الاول اللي هي الاتريشن بس، او هنيجي نكتب هنا اتريشن الاول بس اهو. الاتريشن دي تبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن كالكوليت، صح ولا غلط؟ كالكوليت كاونت اي عمود، ما هو اي عمود فيه نفس الصفوف، صح ولا غلط؟ اي عمود هنقول له مثلا نفس العمود اللي اسمه اتريشن ده، اوكي؟ كاونت الاتريشن واقفل القوس، خلاص كده كوما. هنقول له بعد كده ايه؟ هات لي الفلتر ده، هات لي الاتريشن اللي اسمه اتريشن ده بيساوي كلمه ايه يا استاذ حسام؟ بيساوي كلمه يس اهي، يس اهي، واقفل القوس كده وادوس انتر. كده احنا جبنا ايه؟ ذا نيم اتريشن از اوريدي معلش انا كنت يبقى اتريشن اتريشن كاونت مثلا. شلتها مسحتها خالص عشان نعملها واحده واحده. خلاص كده يا جماعه، خلاص كده هلا، خلاص كده نو، خلاص كده يا جماعه. كده انا بدل ما كنت اللي انا اجيبها كلها في معادله واحده، فاحنا هنمشي ايه؟ تاتا وخط العتبه، اوكي؟ كده عملنا اتريشن كاونت، خلاص كده. بعد كده نعمل ايه؟ هنعمل هنا بقى ايه؟ نقول له نيو ميجر تاني، صح ولا غلط؟ هنكتبه ايه؟ اتريشن ريت، صح كده يا استاذ حسام؟ هنقول له ايه؟ معادله ديفايد، صح ولا غلط يا استاذه؟ مش عطلتي؟
لا انا هعتبره واحده خلاص. طب الله ينور، شايفين يا جماعه والله، يعني الله ينور والله العظيم يا استاذ عبد. خلاص كده يا جماعه، الاتريشن هتبقى ايه يا استاذ حسام؟ هنجيب الاتريشن اللي احنا عاملينه اتريشن كاونت ده اللي هو بصوا يا جماعه، لو دوستوا جيم حرف الجيم ده كده هيجيب لي الاتريشن كاونت ده اللي هو الميجر اللي احنا عاملينه اهو. الميجر اللي احنا عاملينه، مش احنا لسه عاملين ميجر اسمه ميجر اتريشن كاونت اهو. خلاص كده كوما على ايه؟ على كاونت، على عدد الموظفين بقى كلها، ولا يا استاذ حسام؟ اللي هو كده اللي اسمه ايه؟ اتريشن. واقفل القوس وبعد كده اقول له ايه؟ كوما زيرو. صح ولا غلط؟ اهو الاتريشن كاونت اللي احنا عاملينه ان شاء الله هتلاقيها ان شاء الله، او على كاونت الاتش ار اتريشن، واقفل القوس وادوس انتر. كده جاب لي ايه؟ الاتريشن ريت. اروح اعمل هنا كارد واصغرها دي كده، واجي هنا الاتريشن ريت دي احطها هنا كده. شايفين كده جايبه لي ايه؟ 16 من 10 اهي. اتريشن كاونت على الاتريشن ريت على الكاونت اوف اتريشن. يا جماعه فهموني، انا قلت ايه؟ كاونت اي عمود في الجدول ده، اي عمود هيجيب لي عدد الصفوف، صح ولا غلط؟ فانا يعني عدد الصفوف دي كلها يعني ايه؟ يعني عدد الموظفين. خلاص كده، فانا جبت الاول في المعادله الاولانيه ايه؟ الموظفين اللي هم اللي اسمهم يس دي اللي هو ايه؟ الناس دي اللي مشيت، صح ولا غلط؟ فانا قسمت العدد اليس اللي انا طلعتها دي اللي هي اسمها اتريشن كاونت دي على النمبر اوف اتريشن. وصلت كده يا استاذ نادر؟ خلينا في دي، يعني انا بس قلت ما احاول اجيبها، يعني قلت ايه يعني ماشي خلاص كده. مدياني ايه دلوقتي؟ ركزوا هنا، مدياني هنا ايه؟ رقم اسمه ايه؟ اتريشن ريت اللي هو ايه؟ علامه اللي هو 16 من 10. هنيجي هنا كده في فورمات يور فاليو، واجي هنا عند كول اوت، واجي هنا عند فاليو، واجي هنا عند ليبل اهي. ايه يا جماعه؟ ايه؟ لو وقفت على الميجر نفسه ورحنا على رول هنلاقينا احنا بالسنت. حاجه زي كده اتريشن اهي، ندوس على صح ما جاتش في دماغي، صح جدع. هاي وصلت كده يا جماعه؟ يبقى معدل الاستقالات 16%. وصلت الزهجر ولا ايه؟ الموضوع كبير صح؟ ماشي. بصوا يا جماعه، اتريشن كاونت دي اللي هي ايه؟ مش احنا قلنا يا جماعه؟ ركزوا هنا شباب 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 شباب، هنا بالله عليكم، هنا بصوا يا جماعه، مش احنا قلنا هنا ايه؟ في الكالكوليت دي في الاتريشن كاونت انا بعد الناس اللي استقالت، صح؟ الاتريشن كاونت بقول له ايه؟ كاونت اي عمود في الجدول، اي عمود. خلاص كده، اي عمود في الجدول عده. ما هو اي عمود ده اللي هو عباره عن موظف. خلاص كده، خلاص كده يا مازن، خلاص كده طيب. بقول له ايه؟ وهات لي اللي هو العمود اللي اسمه اتريشن ده الناس اللي اسمهم يس. الناس اللي اسمهم يس دي يعني ايه؟ يعني الناس مشيت، الناس استقالت. اوكي يا شباب كده انا اسمه ايه؟ طب الميجر ده اسمه ايه؟ اسمه اتريشن كاونت. خلاص كده يا فندم، خلاص كده تمام. بعد كده رحت رايح عملت هنا كده حاجه اسمها اتريشن ريت، اللي هو انا عايز اجيب المعدل الناس اللي مشيت. المعدل دي عباره عن ايه؟ عدد الناس اللي مشيت على عدد الموظفين كلهم. وصلت كده؟ الموضوع اقسم بالله سهل، ولا ايه يا هندسه ولا ايه؟ كده ولا ايه؟ كده ولا كده؟ خلاص كده يا جماعه؟ ايوه عشان عملنا واحد. الله ينور عليك يا محمود، والله يعني برنس والله. هو الناس بتنزل تاخد بريك، الراجل بيحط لنا حاجه في البريك، حاجه غريبه صح؟ خلاص كده يا جماعه؟ ها يا شباب خلاص؟ طب سيبكم بقى من الاتريشن والحاجات دي، احنا بقى ايه؟ الموضوع طلع كبير قوي. تعال نشتغل في الحاجات البلدي اللي احنا عارفينها دي اصلا ولا ايه؟ دوست على العمود ودوست او دوست هنا كده اتريشن ريت، ودوست هنا على علامه الفيلميه. خلاص كده؟ طب بصوا يا جماعه الحته اللي جايه دي، بصوا الحته اللي جايه دي، سيبكم من الاتريشن ريت دي دلوقتي. والله العظيم انا بحبك، والله العظيم انا بحبك، تاخد قلبي بقى. بصوا يا جماعه، طب تعالوا نجيب هل هنا في ايج؟ تعالوا نجيب الافريج ايج. شباب 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 ركزوا معايا هنا.
تعالوا نجيب الافريج ايج. طب الافريج ايج ده هنستخدمه في ايه وازاي؟ لما نيجي نبص على الاقسام، نبص على كل قسم الافريج الناس اللي فيه قد ايه. يعني مثلا اقسام مثلا زي ايه الاقسام اللي بيكون فيها ناس فوق ال 30 مثلا؟ ممكن الار ان دي مثلا. الار ان دي بيبقى فيها ناس فوق ال 30. شباب انتوا معايا ولا ايه؟ هو الموضوع طلع كبير قوي كده بجد والله. خلاص انا بعد كده مش هوريكم حاجات يعني حاضر. بصوا يا شباب معلش، تعال نجيب بس الافريج ايج. الافريج ايج دي سهله جدا. هنعمل كده كارد اهي بسيطه خالص اهي. كارد اهي شباب. طب ركزوا بقى معايا بقى بالله عليكم. هناخد كارد اهي وهنحط فيها الايه الايدج اهي. الايدج اهي نحطها هنا كده. اول ما جالي الايدج قال لي ايه سم اوف ايدج، عمل لي الصم. هنعمل ايه هنا يا جماعه؟ هنروح دايسين هنا. شباب انا عايزكم بس ما يبقاش كل واحد ماشي في جزيره واحنا في الاخر يقول لي انا مش عارف ايه. ركزوا بس في الحته دي. هنيجي هنا كده سم اوف ايدج دي، هنيجي ندوس هنا كده ونقول له هنا ايه افريج. افريج يعني ايه؟ بيقول لي هنا ايه؟ ان هنا التوتال بتاعه وصلت. او هندوس هنا كده في الفورمات يور بيج، فورمات هنا كول اوت فاليو وهنخليها ايه؟ 0. خلاص كده. دور على كلمه اسمها كول اوت بس كده 0. دوس 0 حط فيها 0 بس. خلاص كده يا جماعه. تعالوا بقى الحته اللي جايه دي. بصوا يا جماعه احنا كده جبنا ايه؟ احنا كده جبنا عدد الموظفين الاكتف، عدد الاستقالات، بعد كده جبنا معدل الاستقالات قد ايه. يعني في كل قسم احنا بعد كده هنبص ايه في كل قسم معدل الاستقالات ماشي ازاي. خلاص. وجبنا بعد كده ايه اللي هو اسمه ايه نمبر اوف ايج. صح كده؟ هل هنا في سالري؟ يعني هل هنا في اوبشن سالري؟ مفيش سالري. كويس قوي. احنا ممكن نجيب ايه تاني؟ ممكن بقى نجيب مثلا بالاديوكيشن. يعني عايزين نجيب عدد الموظفين بالاديوكيشن. ايه رايكم؟ طب ما احنا هي في اديوكيشن ايه. تعالى كده اهو هنيجي نعمل مثلا هنا كده زي نختار مثلا دونت اهو، ونختار اللي هو اسمه ايه اللي هو الاديوكيشن. فين الاديوكيشن؟ اهي في الليجند. ونحط الاتريشن. مش احنا عملنا حاجه اسمها اتريشن كاونت؟ حد فاكرها ولا ايه؟ اتريشن كاونت دي اللي هي ايه؟ عدد الاستقالات، عدد الناس اللي استقيل. هنحطها فين؟ في الفاليو. وصلت؟ يعني هيقول لي كل قسم مشي فيه كام واحد، او كل يعني على حسب قصدي التعليم. ما نخليهاش دي ولا دي كبيره. دي كده كويسه. انا شايف ان دي كده كويسه. ان الباتشلر ديجري دي اكتر ناس مشيت فيها باتشلر ديجري. طب ايه رايك نخليها كده مثلا؟ كده احسن. خلاص كده يا جماعه. ها يا شباب ايه في ايه؟ لا اله الا الله. في ايه؟ انتوا كويسين ولا ايه؟ بس شايفكم يعني كده الموضوع كده صعب يعني. ماشي اوكي. ماشي يا جماعه. نجيب مثلا ايه عدد الاستقالات بالايدج. خلاص كده. هنيجي نعمل مثلا الايدج ده قد ايه؟ نعمل ايه؟ ايه دي افريج ايج. لما تيجي تسحب الايدج هتلاقي هنا في هنا اهو اوبشن اهو كده. هندوس هنا بدل ما تكون صم هتبقى افريج. خلاص كده يا جماعه. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل نجيب نشوف عدد الاستقالات بال على حسب العمر. تعال نجيب مثلا كده اللي هو البار تشارت دي كده مثلا ونخليها هنا كده وننزلها هنا كده ونحط في حاجه اسمها ايدج باند. ايدج باند دي اللي هي ايه؟ بيلخص لك كل سن معايا صح؟ كل سن ويجيب لي الاتريشن بتاعه اهو. هنجيبها هنا كده ايدج باند اهي، وناخد حاجه اسمها الاتريشن كاونت اللي احنا عاملينه في الميجر الاولاني اللي هو عدد الاستقالات اهي نحطها هنا. قال لي ان اكتر ناس بتستقيل من 20 ل 34 سنه. ده مؤشر حلو ده بس انجي. يعني الناس مثلا اللي ايه تحت ال 25 ما بيمشوش كتير. خلاص كده يا جماعه. شباب انتوا معايا صح ولا ايه؟ معايا ندى صح؟ كويس قوي. تعال نصغر دي كده ونخلي دي كده جنبها. انا بعد كده هتبقى الداشبورد هتبقى ايه؟ عارف اللي هو ايه؟ الف ارنب ب بطه. مش هتبقى فيها لفه تاني. خلاص كده احنا كده كفايه.
have fun. I hope you enjoy. Yeah. اوكي يا جماعه، خلاص كده يا جماعه. استاذ نادر خلاص كده. بصوا يا جماعه، هل هنا ان احنا نقدر نطلع ايه تاني برضو من الداتا دي؟ بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي طلعنا ايه؟ طلعنا عدد عدد اسمه ايه ده؟ عدد الاستقالات على حسب التعليم، وطلعنا عدد الاستقالات حسب السن. طلع عدد الاستقالات على حسب ايه؟ اسمه ايه؟ على حسب المارشال ستيتس اللي هي الحاله الاجتماعيه، صح؟ مارشال ستيتس ولا ايه؟ ولا السلام عليكم. ماشي، الحاله الاجتماعيه عندنا كام حاله؟ عندنا 3 حالات. 3 حالات دي ممكن نختصرهم في ايه؟ صح، الله ينور عليك. دونت او بار او باي تشارت. الله ينور عليك. باي اهي، واحده باي اهي كمان اهي. ونجيب فين هي المارشال ستيتس، ونجيب الاتريشن كاونت. الاتريشن كاونت دي يا جماعه مكمله معانا. الاتريشن كاونت دي مكمله معانا يا شباب، ها؟ اللي احنا شغالين اللي احنا عملناه في اول خالص، عشان بس تفتكروها اهي. الاتريشن كاونت دي اللي احنا هنقف عليها هنا كده اهي، كالكوليت، اللي احنا عدينا العمود كله وقلت له ايه؟ هات لي كلمه يس. وصلت؟ كنتش عملتها لوحدها يا ابني، ما تخليش. حط الاتريشن. لا انت كده بقى تقعد تعمل فلتر في كل حاجه. لا اعملها اهو دلوقتي. اعملها لوحدها. الله ينور عليك، اعملها عشان هتستخدمها كتير. اصل انت مش كل، انت عارف لو انت ما كنتش عملتها كنت هتعمل ايه؟ كنت هتيجي في كل واحده تروح عامل فلتر تختار كلمه يس. فاهم الحته دي ولا لا؟ يعني بص، احنا شلنا الاتريشن كاونت دي. مش الاتريشن كاونت دي عندنا السنجل اكتر واحده، هتدوس هنا تشيلها اهي، ونجيب الاتريشن عاديه. فين الاتريشن اهي. الدنيا هي كده. هتيجي بقى في الفلتر دي هتحط الاتريشن دي هنا كده، وهتروح قايل ايه؟ يس. فهمت قصدي؟ فبدل ما انت تقعد في كل فيجوال تقول له الاتريشن، لا اعملها في ميجر بحيث انت ترميها على طول. وصلت كده يا استاذ نادر؟ انت فهمت اللي انا عملته اللفه دي؟ ماشي. البار تشارت حطينا فيه الايدج باند والاتريشن كاونت. اهي. الناس معايا ولا الناس سلام عليكم ولا؟ يعني لحد الان انتوا كويسين؟ ماشي اوكي. بصوا يا جماعه، ايه رايكم برضو نزود عليها حته كمان؟ ان احنا هنصغر دي كده بس شويه، هنصغر دول كده شويه هنا كده. يعني انا عايز بس ايه، ان الاشكال دي تتغير كده شويه. يعني ايه اللي احنا نظبطها؟ نصغر دي كمان برضو كده اهي اهي. ونصغر دي كده شويه اهي، ونجيب دي كده كمان. ايه رايك يا استاذه هنا نعمل ايه بقى؟ نعمل لنا حاجه كويسه قوي. ايه رايك نعمل زي سلايسر بالميل والفيميل، بحيث اللي انا لو عايز اختار الميل والفيميل، اختار الميل اشوف ايه اللفه بتاعته، والفيميل اختار إيه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني ايه رايكم اللي انا اجي اختار هنا كده، اقول له هنا سلايسر واحطها هنا كده. وصل كده يا جماعه؟ واحطها هنا كده، واحط هنا ايه؟ الجندر. فين الجندر؟ احطها هنا كده. هيجي لي هنا. انا بقى مش عايز المنظر ده كده منظر اسمه فيرتيكال. لو جينا هنا كده شايف فورمات يور فيجن يا محمود؟ انت معايا صح؟ حد كده انت ماشي معايا صح؟ سلايسر سيتنج في هنا فيرتيكال ليست، انا خليها ايه؟ تايل. يعني ايه بالمنظر ده كده؟ تايل اللي هي زي زراير كده. وصلت؟ يعني لما اجي اختار الفيميل هيقول لي الفيميل جايب ايه، هيقول له الميل، هيقول لي الميل عامل ازاي. وصلت كده يا جماعه؟ تاني اهو بص، انا هعمل هنا سلايسر، وهاجي هنا في السلايسر اهو. خلاص كده يا استاذ نادر؟ واروح ايه يعني مظبط الشكل كده اهو. خلاص. واحط فيه ايه؟ الجندر اللي هو اهو.
خلاص الجندر جاي لي بالمنظر ده كده، شايفين الشكل ده؟ شايفه الشكل ده كده اهو. هنروح عاملين هنا فورمات يور فيجوال ونقول له هنا ايه سلايسر سيتنج، ونقول له هنا ايه تايل يعني ايه يبقى المنظر ده كده نادر، صح كده؟ ممكن ايه نخلي الفاليو ده يبقى مثلا 14 مثلا، يعني بتحس ان يبقى بولد. لا احنا ماشيين غلط، احنا ماشيين مش حته هنا. سلايسر سيتنج سيلكشن يعني هي كانت بتكبر كانت بتكبر ازاي؟ ما كانتش بتكبر، مفيش بتكبر. لما عملت بولد عملت تصدق بس ماشي كده اوكي يا جماعه. كده احنا عملنا ايه الجندر هنا، بحيث ان انا ايه انا عايز انوع، ما انا ممكن كنت احط الجندر ده في ال في دونت تشارت ولا حاجه، فاهمين قصدي؟ بحيث ان ادوس هنا كده تجيب لي زي زراير كده نادر، فاهم قصدي؟ ايه يا استاذ بسمه، احنا كده تمام. خلاص كده يا جماعه، احنا هنا حتى لما تيجي تقول بص لما اجي ادوس على الفيميل يقول لي ان الافريج بتاع الاتريشن بتاعك كان 15%، لما اجي ادوس على الميل الاتريشن بتاعها 17%. وصلت؟ ها يا جماعه كده احنا تمام لحد الان. نقدر نطلع ايه مثلا من الداتا دي كمان؟ نقدر مثلا نطلع ان احنا عايزين نشوف كده مثلا نمبر اوف امبلويز، الهاي سكول، الديبارتمنت، صح؟ الاقسام، صح ولا غلط؟ احنا عايزين نشوف الاقسام الاكتف. ها يا شباب معايا؟ ممكن نحط الاقسام اللي هي ايه، نحطها هنا كده. احنا عندنا كم قسم؟ احنا عندنا 3 اقسام، صح ولا غلط؟ نحط ال3 اقسام نخليها مثلا في الباي تشارت في دونت تشارت كده، ونحط الديبارتمنت لا نخليها هنا كده، ندوس هنا كده ونحط الديبارتمنت هنا كده، ونحط الاتريشن كاونت نحطها هنا كده. يعني بيقول لك ان قسم الار ان دي ده معايا يا شباب ولا ايه؟ قسم الار ان دي ده القسم الاكبر اللي واخد اللي الناس بتمشي عنده، صح ولا غلط؟ يا استاذي انت كويس ولا ايه؟ بس ما بتديش اي رياكشن. بحبك يا عم بحبك. انت عايز ادوس؟ خلاص كده يا جماعه. يعني لما اجي ادوس كده عند الار ان دي ده، بص كده لما اجي ادوس، احنا قلنا في الباي تشارت قصدي في الباور بي اي ان اي حاجه بتتحط في التشارت او بتتحط في جوه الريبورت فيو انتر اكتيفيتي. يعني ايه يعني تدوس هنا تسمع هنا. يعني لما اجي ادوس عند القسم بتاع الار ان دي، لما اجي ادوس كده بص كده كان ايه النمبر اوف تعالى نفك دي كده. النمبر اوف اتريشن كان كام؟ 237 صح؟ لما اجي ادوس على الار ان دي كده قال لي النمبر اوف اتريشن كام؟ 133. يعني القسم ده اكبر قسم ماشي من عنده ناس. وصل كده يا استاذ حسام؟ لو دوست على القسم اللي بعديه وهكذا انت عمال تدوس. طب لو انا دوست هنا وبعد كده دوست على الميل، انت كده بتعمق اكتر، فاهم قصدي؟ وصلت يا شباب؟ ها الدنيا كويسه؟ كويس قوي كويس قوي. ممكن نطلع ايه تاني من الداتا دي؟ احنا ممكن نطلع مثلا ان احنا عايزين نشوف مثلا نطلع منها ايه؟ البيزنس ترافل. البيزنس ترافل، هل الناس دي شباب احنا انتوا لو تلاحظوا احنا كل القسم ده احنا عمالين نبص على ايه؟ على الناس اللي هي عامله استقالات اكتر، صح؟ مش ملاحظين كده ان احنا كل حاجه احنا مركزين عليها دلوقتي الاستقالات. ممكن تعمل صفحه تانية للعكس اللي هم الكرنت امبلوي، فاهمين قصدي يا جماعه؟ اللي هم الناس اللي موجوده قد ايه وهكذا. انت ممكن تعمل اكتر من صفحه مش صفحه واحده. خلاص كده يا جماعه. فنيجي نعمل هنا كده نقول له هنا نعمل صفحه تانية كده نقول له البيزنس ترافل دي اللي هي ايه؟ احنا عندنا 3 بيزنس ترافل، دي ممكن نستخدمها في ايه يا استاذ؟ ممكن نستخدم دي في ايه؟ باي وبون دونتس. ها ممكن نستخدم ايه تاني؟ حاجه كده فيها 3. تيجي نجرب التري ماب. تعال نجرب. ناخد معاها اسمها ايه؟ احنا قلنا ايه؟ الترافل. ناخد الترافل. بزنس ترافل، معلش انا فعلا اتحولت شويه انا اسف. البيزنس ترافل والاتريشن كاونت اهي في الفاليو اهو. حتى هو بيقول لك ان ما شاء الله البيزنس الترافل ريل دي الناس اللي ما بتسافرش خالص بتستقيل. يبقى انت لازم تعمل لهم يوز هاني، لازم تصفرهم شويه ولا ايه؟ طلعوا مثلا جمصه، عين السخنه، بلطيم كده. حد بيطلع بيزنس تريب على في الشركه؟ تلاقي بيزنس تريب يا استاذ هاني؟ ايوه اللي هي فين بقى؟
ما في الاخر ممكن اسكندريه بزنس تريب، فاهم قصدي ايه؟ ها يا شباب، خلاص كده، خلاص كده. اخر بقى حاجه ممكن نعملها يا استاذه ندى، مثلا نزود عليها مثلا الجندر، قصدي الرول. ايه رايك الرول؟ نحط الرول، ما الرول دي في الاخر خلاص اهي. بصوا، مش احنا عندنا هنا كده اسمها الجوب رول. احنا عندنا الجوب رول دي بقى حاجات كتير. ممكن نخلي الجوب رول دي مثلا ايه يا استاذه، مثلا نخلي الجوب رول بال بص، احنا عندنا الجوب رول كتير. دي نحب نستخدمها ايه يا جماعه؟ حد عنده اي فكره؟ الجوب رول عندنا، ما هي دي برضو حاجات من انا بقولها لكم ايه، ان انت تعرف تستخدم التشارت الصح او المناسبه. ها، لا لاين، لا لاين، لا لاين. سكاتر لا برضو ممكن، لا سكاتر اكتر من حاجه. بار ممكن على فكره، بار ممكن، بار تشارت. ليه بار تشارت ممكن كتيره، بس انا عندي البار، بس انا جربت هنا البار، خدت بالكم؟ لا، بار هنا، احنا عملنا بار هنا. احنا ممكن نجرب ايه مثلا، عارف نجرب ايه؟ ما نجرب جدول يا جدعان. تيبل يا ابني. ما تقول يا ابني مين اللي مات في شهر 19؟ والله ما انا يا استاذ. اهو، اهي انت لو دوست هنا على تيبل وجبت هنا الجوب رول وحطيت هنا قدامها الاتريشن كاونت اهو. ما هو الجدول ده من ضمن التشارتات ولا ايه يا استاذ نادر؟ اهي. خلاص كده يا جماعه، جوب رول مع الاتريشن كاونت. ما هو الجدول ده يا جماعه من ضمن التشارتس ولا ايه يا استاذ هلا، ولا ايه؟ بزنس تريب ولا ايه؟ ماشي. اه ماشي يا شباب، كلام كده يا جماعه. نكمل. بصوا يا شباب، الحته دي بقى، احنا بقى دلوقتي وصلنا لمرحله ايه يا استاذ محمود عبد الستار؟ وصلنا لمرحله ان احنا بقى ايه رايك نجيب ايكون للاتش ار. انا بقى عايز اعمل ايه، بدل ما تكون اتش ار داتا اناليست وكل حاجه، او اتش ار داشبورد، ممكن نحط معاه ايكون. الايكون ده ليه؟ ايكون اولا شكل جمالي، زائد الايكون ده احنا عايزين نعمله اللي هو يكون كلير للفلتر، اللي هو لو احنا مفلترين على اكتر من حاجه. فاكرين البوك مارك؟ فاكر البوك مارك؟ ان احنا عايزين نربطها، ان هي لما نكون مفلترين على اكتر من حاجه ندوس على الصوره دي ترجع تاني. بصوا ثواني بس اعمل كده، افتح بس كده. انا بس افتح بس كده على الصفحه، على الواي فاي عندي. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي ايه عملنا، يعتبر الداشبورد. ما هو ده اللي بتكلم فيه دلوقتي، ده اللي لسه بعمل حاجه، لسه بقوله دلوقتي. اوكي، بصوا يا جماعه، احنا هنيجي عند هنا كده. يا رب، يا رب، ان شاء الله، ان شاء الله هتلاقي. طب نفتح الايدج، يعني ان شاء الله خير اهو. بصوا يا جماعه، في موقع هنا اسمه اسمه فلات ايكون. فلات ايكون ده اللي انا قلت لكم عليه في زمان قوي ده. فلات ايكون اهو دوس عليه كده. خلاص كده يا جماعه، وندور مثلا نكتب اتش ار اهو، اتش ار او بيبول. ما الاتش ار دي بتبقى اهو، اتش ار اهو بس. فاهمين قصدي؟ نوع من انواع ولا يا استاذ نادر، ولا السلام عليكم. مثلا دوس مثلا على دي، مثلا اتش ار دي مثلا. خلاص، ولا ياسين بي ان جي. انا ليه بنزل الصوره دي يا جماعه؟ منها منظر شكل جمالي، بس في نفس الوقت انا عايز اجربها ان انا لما ادوس على كلير فلتر. اوكي يا شباب، سيف از، خليها على الديسكتوب وخليها هنا كده. خلاص كده يا استاذ نادر، هنحطها هنا كده. هنقول له هنا ايه، انسرت ايمج، وبعد كده نقول له هنا ايه لا، او برضو دي بتضرب دي، مش اهي. انسرت ايمج، وبعد كده نقول له هنا براوز، ونقول له هنا ايه، هاتها لي منين؟ من هنا كده. اتش ار اهي، انا اسف اهي. خلاص بقى، خلاص كده يا شباب اهي. طب ما خلاص بقى يا عم الحاج، ما خلاص يا عم بقى.
لا دوست غلط. خلاص كده يا جماعه، ماشي يا شباب. تعالى بقى نرجعها تاني بقى ايه على الحاجات اللي ملهاش نقفل الواي فاي خالص عشان ما يطلبش مني. خلاص كده يا شباب، انا دوست هنا ايه زي ايكون. هو في ايه بقى؟ انا اسف يا شباب. من ايمج ايمج وبعد كده هتلاقي في ايمج تاني. ما هو انا بتطلع لي كده بس انا مسجل، المفروض انا مسجل. بصوا يا شباب هو المفروض ان انا مسجل هنا كده فمش عارف. بصوا احنا هنعمل اهي، يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يا رب. بصوا يا جماعه اهي ريتراي اهي، والله ريتراي يا ما مش عارف ما اعمل ايه طيب. طب ايه، طب اموت نفسي ولا ايه؟ ماشي يا شباب هي ممكن بتيجي لما انت بتنزل صوره. بصوا يا شباب خلاص كده، بصوا بقى ركزوا في الحته دي. احنا عايزين نعمل ايه؟ الصوره دي دلوقتي او الشكل ده دلوقتي ده شكل بدون فلاتر، صح كده يا بسمه؟ ده شكل بدون فلاتر، بدون اي حاجه، خلاص كده بدون اضافات. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده وهنقول له هنا كده بوك مارك اهو، لا فيو بوك مارك، وهنقول له هنا ايه اد، صح كده يا استاذي؟ هنسمي البوك مارك ده دبل كليك عليه ونقول له هنا ايه كلير فلتر. خلاص كده. ليه يا استاذ نادر؟ لما اجي هنا كده اهي اختار هنا وبعد كده اختار في ميل، يبقى انا كده اخترت ايه 2 صح. طب انا دلوقتي عايز ارجع بقى تاني اعمل ايه؟ اروح دايس هنا كلير فلتر ترجعني ايه الاول تاني. خلاص. طب انا عايز اربط الكليك، نعم ما هو انا ما انا عملت بوك مارك. اسمه بس انا دوست هنا كده ودوست هنا كده، انا ايه دوست 2 يا استاذه هلا. فانا عايز اخرج لازم اخرج من الاثنين. فانا اعمل ايه؟ انا كده رحت ادوس على كلير فلتر دي كده كله رجع. طب انا عايز اربط كلير فلتر دي بالصوره دي، فاهماني؟ اروح واقف على الصوره دي كده ثانيه بقى، نقفل بقى البوك مارك ده كده. احنا عملنا الحته دي اسمها ايه كلير فلتر. هنروح دايسين على الصوره دي وهنقول له هنا ايه الاكشن. مش احنا قلنا الصوره والبوتون، البوتون ده اللي هو الزرار زي بيبقى ستايل واكشن. الستايل ده اللي انت بتظبط الشكل وتعمل شادو وتعمل كل حاجه، والاكشن ده اللي انت تقول له ايه لما اجي ادوس تروح فين. خلاص كده يا جماعه. طب لما اجي ادوس هنا كده قلت له الاكشن، افتح الاكشن اهو وادوس هنا كده، التايب بتاعنا هيكون ايه بوك مارك. الله ينور عليك. البوك مارك هيكون اسمه ايه كلير فلتر. خلاص كده نجرب، تعال نجرب. لما اجي ادوس على هنا كده وادوس هنا في ميل، لما اجي ادوس هنا كده طبعا احنا هنا ايه عشان احنا لسه جزء اللي هو ايه يا هلا ان احنا لسه جوه الباور بي اي ديسكتوب، فلازم ادوس كنترول. لكن لما اطلع الباور بي اي سيرفيس لازم ادوس على طول عادي. بص هنا كده انا كده مختار حاجتين، ادوس هنا كنترول وادوس هنا كده رجعنا تاني زي الاول. حلو قوي يا هندسه. ماشي يا استاذ خلاص. ماشي يا شباب حلوه دي. نيجي بقى في مرحله بقى اخر مرحله اللي هي ايه بقى، يعني نعمل مثلا ايه، نعمل مثلا بصوا اقول لك على حاجه قبل ما نعمل اي حاجه. بصوا معانا شباب بصوا انا بس عايز اوريكم الحته دي معايا. انا عايز بس اوريكم الحته دي اللي هي تدوس على طول لما نطلع على الباور بي اي سيرفيس. هنطلع دلوقتي هندوس هنا ايه ببلش. اوكي ببلش انا طلعها بالمنظر ده كده. اوكي اقول له سيف، بيقول لي سيفها، اقول له سيف. اوكي يقول لي انت عايز سيفها، اقول له اتش ار داتا وسيفها فين؟ اسيفها في المور اوبشن براوز ذيس ديفايس اتش ار داتا. اوكي انا كده سيفتها. شباب معايا ولا ايه؟ ماشي. ينفع بس نحطها يعني هو المفروض دلوقتي ايه ممكن بس نحطها بشكل مثلا تاني، يعني مثلا نحطها مثلا هنا فيو ونحطها مثلا بلون زي اللون ده كده مثلا. محمود ايه رايك في اللون ده مثلا؟
ونخلي مش احنا كنا عاملين اللون اللي هو الغامق ده، هندوس هنا كده فيجواليزيشن وهندوس على فورمات ريبورت بيج وهنقول له كانفاس باك جراوند وهنقول له هنا ايه نرجع الترانسبيرنسي كده عشان ترجع ايه الدنيا تبقى كده يا استاذ نادر، يبقى الفواصل دي تبقى باينه. فاهم قصدي؟ نرجع بس كده نظبط الفواصل دي كده الدنيا يعتبر لحد ما كويسه. هعمل ايه؟ ببلش، هعمل هنا هوم واجي هنا ببلش. انا عايز بس اوريكم حته اللي انا لما باجي ادوس على كنترول وانا جوه الباور بي اي ديسكتوب غير لما اجي اعملها هناك. بيقول لي انت هتعملها ايه؟ لما انت بيكون عندك الباور بي اي البرو لايسنس بيبقى عندك اكتر من ورك سبيس. معايا ولا ايه؟ هختار ورك سبيس دي ماي ورك سبيس وادوس ايه سيلكت. كده بنعمل ايه يا استاذ نادر؟ بيبلش بالظبط. خلاص كده واقول له هنا ايه اوبن اتش ار داتا اهي. يا ابني انت في ايه يا ابني؟ هو انت جاد؟ معلش انا متاسف يعني، هو بس هو زعلان شويه، هو زعلان بس يا استاذ نادر. اهو الحمد لله، هو بس كان زعلان. اهو بصوا يا جماعه، هنقول له هنا نقفل هنا معلش نفتح دي كده اهو. ده يا جماعه المايكروسوفت فابريك، ده بتبقى منصه موجود عليها اغلبيه او كل ادوات التحليل اللي انتم بتستخدموها. على فكره موجود عليها اكسل، موجود عليها باور بي اي، موجود عليها حاجه تخص الدي دبليو اتش اللي هو الداتا وير هاوسنج اللي هي الداتا ليك اهي. بصوا يا جماعه اهي، شايفين المنظر ده كده اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو الباور بي اي سيرفيس. لما اجي ادوس على دي يا محمود واجي ادوس على الفيميل، المفروض لما اجي هنا اعمل ايه؟ كنت المفروض ادوس كنترول، لما ادوس هنا كده رجعت تاني زي ما كان. الباور بي اي سيرفيس ما بيبقاش فيها كنترول بس كده. طبعا، ما انا كنت واخد الصوره وهي كانت فاضيه بدون اي فلاتر. خلاص كده يا جماعه اهو. عارفه كده نو ميك اب عارفه الموضوع ده؟ خلاص كده يا جماعه اهو. هندوس على دي كده وهندوس على دي باتشلر وندوس على فيميل. يعني بصوا انا مختار كده 3، مختار اللي هم من 25 ل 34 ومختار الباتشلر ومختار فيميل، وبعد كده ادوس على اسم اتش ار ده كده فاكر كل الفلاتر. وصلت يا استاذه بسمه؟ وصلت يا شباب؟ الناس انتوا احنا خلصنا. بقول لك انتوا ناس عطلانه. خلاص كده يا جماعه، هو النهارده عشان يوم الخميس مثلا فالناس صح؟ شكرا جدا يا شباب. ان شاء الله المحاضره صح يا جماعه، صح المحاضره الجايه ان شاء الله. المحاضره الجايه انا ان شاء الله نشرح هنحل كده شويه حاجات كده في الباور بي اي، وعايز اوريكم برنامج قوي جدا 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 جوجل عاملاه. ده انا هخصص له كمان بعد البريك كمان او قبل البريك كمان نشرحه. اسمه لوكر ده مهم جدا زي الباور بي اي، بس انا اشرح لكم شويه حاجات كده فيه عشان كنت عايز اشرح لكم فيه حاجه كده زي الباور بي اي بس فري. لوكر حاجه جامده جدا يا محمود. خلاص كده يا شباب، ان شاء الله المحاضره الجايه هنشرح فيها شويه حاجات باور بي اي والباقي هيبقى كود لوكر. ماشي؟